حضرتك لما بتكون بتدرس علم او بتتواضع مع الناس اللي تحتك، ده بيزيد مقام واحترام ما بين الشخص والشخص، ودايما تلاقي اسمك بيتذكر بالخير. وانا شايفه ان من اداب الناس اللي بتكون ذو علم ان عمرها ما بتبخل بالعلم. الناس اللي علمها وفير عمرها ما بتبخل بالعلم. فانا اتمنى هو ده اللي يكون النهج اللي يمشي. لو هنتكلم بقى على اعدادي، تعالى بقى نصنف الفئات. في طالب اعدادي ما بيعرفش يقرا اصلا، ده المفروض هتعمل معاه ايه؟ راجل تاني اعدادي عدي سكه والساعه 5 المغرب متاخر. فثانيه واحده معلش، انتوا اصلا بتعملوا له حته ان هو يعدي سكه، صح؟ يعني هيتحمل ده لما يكبر مسؤوليه بيت بعد كده وشغل ازاي. سنتر كان عايزه فانا رشحت حضرتك. فانت دلوقتي قررت انك هتسيب المكان ده، فلازم ساميه تسيبه. ده كان حاجه كانت ويرد قوي بالنسبه لي. انا افتكرت حاجه اصلا، يعني وقت حضرتك بتيجي اصلا يعني بتصوري ريل دقيقه او دقيقه ونص، وفي منها 10 دقايق كواليس، انت تبقى عايزه الكواليس والله العظيم ومش عايزه الدقيقه ونص بتاعت الكلام. لما نزلنا انا ومحمد كنت كانت الحلقه نزلتها انا ومحمد كان بيعمل بسرعه جدا. فنزلناها حرفيا على التيك توك، الناس كلها طلبت عايزين بارتات من كده. ده احنا نيجي نصور كواليس بس بقى. ولا فعلا والله كانت تحفه جدا، يعني كان يوميها فعلا فصلنا ضحك. فاليوم ده حرفيا كنت اصلا كمان كنت انا جايه تعبانه، كان هو بقى كانت بدايه التعب اللي حصل. وانا اصلا ما كنتش قادره، كنت فاصله وهو عمال يتكلم بسرعه جدا وانا تعبانه، بس مش عايزه اقول له ان انا ايه يعني تعبانه وعماله. طب ليه ما بتقوليش ليه؟ طيب ما هو يعني خلاص بقى جينا عارف خلاص من نص الشوط بقى خلاص يعني. فحرفيا لا كانت حاسه كانت حلوه قوي بصراحه. لا حول. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست متغير. النهارده معانا ضيف غير عادي، وبصراحه يعني هو حابب يشاركنا تجربه من تجاربه القاسيه جدا. وخلينا اول نرحب بميس ساميه سليمان. ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. نقدر نقول العائده من الموت. استغفر الله العظيم. لا طبعا بهزر مع حضرتك. الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك يا رب. شفاك الله فيكي اولا. الحمد لله عدتي على خير. الحمد لله. طب احنا عايزين نعرف ايه اللي حصل اصلا. اللي حصل ان انا المفروض كنت رايحه على اساس ان انا معدتي تعباني وعندي برد. ده المفروض ان احنا كنا رايحين على اساس ده. كان المفروض من يوم السبت كنت في سنتر كايرو، وتعبت هناك جدا. بس طبعا بقى مع دوشه الشغل واللخمه والدنيا اللي حصلت، روحت اخدت مسكن ونمت وخلاص والدنيا تمام. جيت تاني يوم الحد هكذا برضو تعافيت على نفسي واخدت ادويه برضو مفيش اي مشكله خالص. مشكله بقى كانت في يوم الاثنين، ده بقى كان وقت الانفجار اللي حصل. جيت كلمت ماما قلت لها ماما انا تعبانه وفعلا بطني انا تعبانه جدا مش قادره. قالت لي طب الغي وتعالي. قلت لها مش هينفع، احنا وقت امتحانات شهر ومراجعات، صعب جدا ان انا الغي اي حصه النهارده. فرحت اعطيت الحصه وروحنا. روحت قلت لها بصي انا هناخد مسكن وهخش انام يعني ايه شويه والدنيا هتبقى كويسه. هو كل ده لسه ما اكتشفتيش فيه ايه؟ ما اعرفش اي حاجه يعني حرفيا انا بحسب ايه برد في المعده. انا كمان عندي مشاكل في معدتي من كنت طبعا شرب القهوه والنسكافيه كتير جدا يعني. بس قمت بقى الصبح الساعه 9 قمت تعبانه جدا والتعب بدا بقى ينزل على رجلي بدات تقف. فبقول لماما يعني اول مره يجي لي التعب يعني هو في ايه يعني الموضوع مش لذيذ يعني. ففضلنا برضو ايه اتعافى. كان عندي حصه الساعه 11 فضلت اعافر مع نفسي. احنا في اليوم الكام من المعافره؟ ده اليوم الرابع. احنا من السبت انا رحت مستشفى الثلاث. انا 4 ايام يعني ايه برضو لسه ما زلت عماله ايه اعافر لا مش قادره. بعد كده جه مستر محمد طب نروح مستشفى. لا ما فيش اي حاجه، ده هو شويه برد في المعده. اكيد دي معدتي تعبانه. يعني هو مستر محمد قال عرض يروح المستشفى. قلت لا لان كمان كانوا ولادي كانوا موجودين في البيت فحاسبهم فين يعني. انا برضو بقى دماغي طب انا هنزل دلوقتي طب حاسبهم فين لان ماما ما كانتش موجوده اليوم ده. فبرضو بقت دماغي عماله تودي طب هوديهم فين. الموضوع كان بالنسبه لي يعني كنت قلقانه بجد عليهم وخايفه اتلخم وما هوديهم فين مش عارفه. بس فضلت من الساعه 9 فضلت احاول بقى الساعه 12 لا بدات بقى الساعه 12 بدا نفسي يروح. بدات القولون بقى كان قفل يعني الدم كان وصل للقولون فقفل القولون يعني قفل الوظيفه بتاعته خالص
والدم طلع للمعده، فالمعده بدات بقى ايه تقلبني جامد جدا، فبدا ياثر على نفسي خلاص بقى، ان الدم كده بدا كان هيطلع زي على القفص الصدري كده، خلاص بقى نفسي خلاص حرفيا مفيش نفس. جسمي بقى كله بيجيب ميه. على ما ناديت محمد ان هو يلحقني كنت انا وقعت خلاص، فشالوني وبتاع. قعدوني. فقلت لهم لا كده خلاص بقى يلا نطلب اسعاف، خلاص كده انا يعني خلاص لا خلاص مش قادره. وبعدين اقول لهم طب هنطلب اسعاف، نقول لهم ايه بطني بتوجعني يعني، حاجه ويرد قوي. فمحمد راح مزعق قال لي مش مشكله بطني بتوجعني، نقول لهم بطني بتوجعك اي حاجه. ايه المشكله يعني. فقلت له خلاص لا خلاص نطلب الاسعاف، انا مش قادره، طب نطلب عربيه دلوقتي وننزل. فقلت له لا الولاد انا مش هقدر امشي، وفي نفس الوقت مش هنعرف نمسك الولاد، فالاسعاف هي تبقى معايا وانت معاك الولاد، خلاص انا خلاص مش قادره. بس بالفعل فعلا عربيه الاسعاف جت. جم خدوني من على الكنبه حرفيا من على السرير، خلاص مش قادره اتحرك. طبعا انا عيني بقت على الولاد، لان اخويا لسه محمد كلمهم. ساميه رايحه دلوقتي المستشفى. طبعا انا بالنسبه لي ان بابا يعرف دي كارثه، لان انا يعني والدي مريض قلب فبيتوتر بسرعه جدا، فهيخاف. فانا كنت خايفه ان هو يتعب، فانا ما كنتش عايزه اوصل الموضوع لبابا، برضو كانت فكره ان انا اروح المستشفى ما كنتش عايزه اوصلها له. بس خلاص بقى يعني كنا بنكلم ماما مش بترد، ففعلا وصلنا لبابا. بس نزلت اوضه الاسعاف، طبعا عيني على ولادي. ما ارتحتش غير لما لقيت حسن خدهم، فخلاص كده بدات ان انا ايه افك دماغي شويه. دخلت في ايه، فقلت لهم معدتي تعباني وتقريبا الغازات ووجع بطني، تقريبا القولون فيه مشكله يعني. فجم عملوا فحوصات على الجهاز الهضمي، لا لقوه تمام مفيش اي حاجه خالص. طب هنطلع نعمل سونار، فتمام طلعت عملت السونار. لقينا ان في انبوبه منفجره بقالها 3 ايام. انبوبه ايه معلش؟ هو كان في بيبي، فالبيبي ده كان في الانبوبه. تمام. والبيبي كبر، ففرقع الانبوبه خالص. تمام. الجنين عايش، ولكن خلاص كده الانبوبه زي مثلا ايه بالونه وشدتها جامد ففرقعت. حاصله طبعا من بدري، والنزيف حاصل من بدري، ولكن سبحان الله كان البيبي كان موجود وكان عايش، وكان الدنيا متعايشه جدا معاه. فالدكتور قال لي البيبي عمره 3 شهور. طب ايه اللي هيحصل؟ فقالوا لهم دلوقتي لازم تخش اوضه العمليات، ولكن هنمضي ان هي ممكن ما تطلعش. يعني ده كان من ضمن اجراءات العمليه، ان احنا كانوا هيمضوا ان احنا ممكن انا ما اطلعش تاني من خطوره العمليه. من خطوره الموضوع. لان الموضوع بقى له 3 ايام والدم وصل للمعده بقى خلاص كده. وكانت كميه النزيف احنا مطلعين 3 كيلو دم، 3 لتر دم 3 كيلو 3 لتر دم على كلام الدكتور. يعني لان انا بعديها اخدت فعلا اكياس دم كتير جدا. فطبعا يعني ايه فخلاص تمام، طب يلا هنمضي. لقيت بقى كله مضى وانا قاعده، انا يعني ساكته، انا بصل يعني اللي بيحصل حواليا تمام. فقالوا لي طب معلش هنعمل تست حمل برضو، خلينا نتاكد تاني. عملت، لقيت فعلا في الحمل موجود. فخلاص فضلت بقى قاعده. انا مشكلتي كانت في الولاد. كان عندي سليم ابني كان سخن. فانا كل شويه عمال اقول لهم جماعه سليم والسخونيه، فانا عارفه ان هم كلهم هيتربكوا معايا وانا طب ابني والسخونيه، لان انا سليم عندي السخونيه بتاعته بتاعي دي مشكله بالنسبه لي. فكل شويه يا جماعه سليم والسخونيه. تمام طب كويس. فضلت مستنيه ان هم يلاقوا لي اورده. طبعا مفيش اورده خالص من كنت طبعا النزيف اللي حاصل، مفيش اورده في ايدي. الدكتور عمال يحاول مفيش. اوضه العمليات على ما جهزت بقى الدكتور عمال يزعق عشان انا لازم اخش اوضه العمليات. بس فانا فضلت قاعده بتفرج يعني ايه. طب وبعدين ايه اللي هيحصل؟ مش عارفه. يعني ملهيه في كذا حاجه، ملهيه في بابا، ملهيه في ماما، ملهيه في ولادي. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ مش عارفه. احنا فضلنا قاعدين حرفيا وهم كلهم عمالين يلفوا وانا قاعده. بس لحد بقى ايه خلاص بدأ الضغط وصل. يعني اوضه في الاسعاف كان الضغط وصل 60-50، لان حتى احنا كنا عايزين نروح مباراه العصافره، قالوا له مش هتلحق نروح مباراه العصافره، احنا لازم نطلع على الفا دلوقتي، ان هي تعتبر الفا اقرب حاجه للبيت. بس على ما دخلت اوضه العمليات فضلوا بقى ان هم بيحاولوا يقوموا الضغط. فطبعا انا فضلت متماسكه جدا. فانا داخله قلت لها ماما خلي بالك من سليم والسخونيه، ابعتي هاتي له دواء. راح اخويا مزعق معايا قال لي انت داخله تموتي انت دواء ايه وسخونيه ايه؟ فقلت له طب السخونيه بتاعت الولد. فدخلت طبعا متماسكه جدا بقى وقاعده بتكلم عادي مفيش اي حاجه خالص، لحد ما دخلت اوضه العمليات.
فهي الممرضه بتقول لي انت قلقانه؟ فقلت لها لا يعني مفيش حاجه. فراحت حضناني، رحت معيطه بقى، يعني كل التماسك ان انا كنت فيه بره طلعته بقى هناك. فلقيتهم بقى ايه بيجهزوني ان هو حتى عشان لو حصل حاجه في الوفاه ان انا اكون جاهزه كمان للغسل. فلو طب تمام اوكي مش تمام. فالمهم ايه وانا جايه قاعده على السرير، فالدكتور بيقول لي احنا هنتشاهد دلوقتي تحسبا لو حصل حاجه. فبصيت له قلت له تمام. فاتشاهدت. فبيقول راح قال لي انت خايفه؟ قلت له بص انا واثقه ان انا هطلع تاني لولادي، يعني بس يعني ايه يعني طلعني لولادي. قلت له اعمل كل الحاجه اللي ممكن تحصل، انا لازم اطلع لولادي. ان حتى طلبت ابني الصغير ما لحقتش اجيبه، كان مع والدي ما لحقتش اجيبه. بس فقلت له شوف بقى المفروض ايه اللي يحصل، بس انا عارفه ان ربنا مش هيخذلني، انا طالعه لهم تاني. بس راح قال لي طب هنقول الشهاده. رحت قايله الشهاده. بعد كده فضل يقول في ادعيه وانا فضلت اردد وراه. ده كانت اخر حاجه انا كنت فاكراها يعني. بس جيت بعد كده الحمد لله قمت. اول حاجه قالها لي قال لي انت قلتي لي هتقومي تاني وانا ربنا مش هيخذلني، وشوفي انت عملتي ايه حلو في دنيتك، فعلا طلعك تاني ولادك. احنا حرفيا 3 لتر دم مفقودين من جسمك، والجنين اتوفى. فقلت له تمام يعني خلاص، يعني ادي الله دي حكمته الحمد لله، ربنا يعوض عليك ان شاء الله. فقلت له الحمد لله يعني خلاص. بس كانت بقى مشكله التعافي من بعد العمليه طبعا فقدان الدم ده، وفضلنا ان احنا بنجيب في اكياس دم، وطبعا مفيش اورده. الدرنقه طبعا فضلت فتره بيها، فكان الموضوع صعب. وبعدين واحنا موجودين بيقولي احنا هنفضل قاعدين بيها 3 ايام تقريبا. قلت له لا طب والشغل؟ فلقيت الدكتور حبسس قال لي شغل ايه؟ قلت له في طلبه وفي منهج. السؤال منطقي، وفي ناس احنا ناس ربنا كتب لنا عمر جديد. ما انت في ناس انت مسؤول عنهم بره. ما هو برضو يعني انا ما يعني اصلا احنا كنا بنتصل بالسناتر بنقول لهم احنا داخلين نعمل عمليه، الناس ما بقتش مستوعبه. هي كانت لسه معانا يعني محدش، يعني كان في ناس ما كانتش مصدقه حرفيا هي لسه كانت معانا يا جماعه. وامبارح انا كنت في سنتر مصري كنت تمام يعني لسه كانت معانا، انتوا بتقولوا ايه؟ ففكر برضو ان انت تقول لطالب ان انت الميس ماشي هتأجز شويه، واحنا الانجليش اصلا نازل متاخر. فطبعا احنا المناهج عندنا متدربكه السنه دي جدا. فبقيت اقول له طب والشغل؟ فالدكتور قال لي شغل ايه تفكري فيه دلوقتي؟ يعني شغل ايه؟ ففضلت بجد ادعي ان ده كويس انه سأل بس يعني ما شتمش في الشغل يعني ففضلت فعلا ادعي ان الدنيا تبقى تمام، مش عايزه اقصر لا هنا ولا هنا. وفعلا انا كنت 5 يوم عمليه، كنت 5 يوم نازله الشغل. يعني انا فعلا نزلت العمليه بعد 5 ايام بالظبط. يعني بقيت الولاد يعني ربنا كرم وشلت الدرنقه على طول، يعني النزيف الحمد لله كان واقف والدنيا بقت تمام. كنت انا على الحظ ان انا مسجله حلقات يوتيوب زياده، فبقيت ابعت للولاد هنخش، وبقيت اخطط لهم على حاجه زي ما هم متعودين. في طلبه اللي متعودين ان انا بكتب بخط ايدي بقى هم يكتبوا الحصص ويبعتوها لاصحابهم عشان اكني انا بالظبط انا موجوده. فميس راجعيها كده تمام، اقول لهم تمام، يقوموا باعتين هم دايركت لاصحابهم. الواجب بقيت انا ابص على الواجب وابعت على جروبات اكن الدنيا شغاله. اولى وثانيه بقيت ابعت ريكورد بنطق الكلمات وبالواجب اقول لهم يا جماعه اكني بالظبط موجوده. وفعلا عايزه اقول لك الطلبه فعلا كانت قد المسؤوليه كلهم. طب ما شاء الله. بلا استثناء حد حرفيا، يعني كل الطلبه لا تمام. يعني حتى لما قلت لهم هنزل لا ما تنزليش حضرتك لسه تعبانه، اقول لهم لا انا تمام، لازم ننزل عشان احنا في خطه لازم نمشي بيها، خلاص ما ينفعش ان انا اقصر. حتى كنت عامله ريفيجن لثالثه اعدادي 3 ساعات، اجلناها اسبوع بسبب طبعا ما كنتش هقدر ان انا اقفها. بقت الولاد حتى الاسبوع اللي بعدين مش عايزين برضو، يعني هم خايفين عليا، لا طب بلاش هتقدري تقفي 3 ساعات. لدرجه ان انا اليوم ده الطلبه بتساعدني، اللي وانا واقفه الاقيه فجاه جايب لي ميه، طب ميس اقعدي شويه، طب احنا ممكن ناخد بريك. فكان حتى المساعده من الطلبه كانت جميله جدا. يعني فعلا لما بتعمل حساب للطالب لا وبتخاف عليه، لا فعلا بتلاقي المردود ده لما بيحصل حاجه. وحرفيا ولادي بلا استثناء حتى الناس الجديده لا كانوا فعلا قد المسؤوليه ان شاء الله. وعدت. الحمد لله. حضرتك عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله والله. الحمد لله. كله الحمد زي لله على الفل. السلامه. الله يسلم حضرتك. وان شاء الله ربنا يعوض خير باذن الله. الحمد لله. الحمد لله. عملنا بودكاست متغير، بيجي في بالك ايه لما تسمع كلمه متغير، خصوصا ان احنا خارجين من تجربه يعني
ايه اللي اتغير في حياه حضرتك؟ اللي اتغير في حياتي يعني التفكير الاول والاخير ما بقاش في ثانيه خالص. دي حاجه انا اكتشفتها فعلا ساعتها. حتى انا لما كنت عملت النصيحه للاولاد قلت لهم ان هم يراعوا فعلا باباهم ومامتهم، لان احنا لما بيكون في موقف صعب احنا التفكير بيكون فيهم هم، مش فينا احنا خالص. يمكن خصوصا كمان ان انا ولادي جبتهم بعد فتره كبيره. انا ولادي جبتهم بعد 5 سنين او 6 سنين جواز. ف فبقى الاولويه لا ولادي. يعني دي حاجه من الحاجات اللي انا يعني تقريبا اتغيرت او ايه، لا حسيت ان انا بقيت مسؤوله. ممكن اكون كنت حاسه، بس لا الموضوع زاد عندي اكتر. فكره ان انت ممكن تموت في اي وقت. انت ممكن تروح في اي وقت حرفيا. يعني يعني انا كنت داخله كان ممكن انا ما اطلعش تاني. بقيت بركز اكتر في التفاصيل اللي انا بعملها. طب انا ضايقت حد النهارده، طب ممكن اكون اذيت حد النهارده، طب انا مشيت الدنيا تمام. طيب هل انا لو رحت النهارده ربنا هبقى مستعده؟ ده بقيت بفكر فيه كل يوم. هل انا مستعده اليوم ده ولا لا؟ دي حاجه برضو من الحاجات اللي انا بقيت بفكر فيها. لو كنت بتقي في ربنا في شغلي ايراد، بقيت بتقي ربنا في شغلي في 2 ايراد. ليه؟ فعلا الحاجه اللي انت بتعملها بتترد لك في المواقف الصعبه. يعني حسيت ممكن ان اولياء الامور وكلامهم يعني مثلا الناس تقول لماما هي تستاهل انها كانت وقفت مع اولادنا كتير، هي بتتعب معاها، هي تستاهل انها تطلع، هي تستاهل تبقى كويسه. فحسيت ان فعلا الواحد لما بيتقي ربنا في شغله او بيراعي الناس، حتى لو انت ما لقيتش المردود من الناس، فانت بتلاقي ربنا واقف معاك في المواقف الصعبه. وفكره ان انا اقف بعد 5 يوم عمليه دي، ان ربنا يمنحني القوه دي، اكيد مش يعني مش من فراغ. اكيد برضو بتبقى حاجه انت عملتها كويسه، او عشان دايما بقول له يا رب انا بعمل ده ابتغاء مرضاتك، وعشان ولادي لما يكبروا، بما ان انا بشتغل فانا مش ببقى برضو مع ولادي معظم الوقت، الاقي اللي يتقي ربنا معاهم. يعني انا حتى الطلبه لما بيكون في حاجه خارج التعليم انا بسمع لهم وبنصح. اقول عشان خاطر ولادي لما يكونوا في نفس الفكره، الاقي اللي يبوش ان هم لا يبقوا كويسين، انتوا تمام. فقلت جايز برضو، فبقيت برضو بزود ده، وبقيت بزود ان انا اسمع للطالب اكتر، لان انا عايزه اللي يسمع ولادي بعد كده. ساعات الولاد بيحسوا ان احنا بنضغط عليهم، فممكن يطلعوا لحد بره يتكلموا معاه، فانت بتبقاش عارف اللي بيتكلموا معاه ده هل هو قد الثقه ولا لا. ما هو ممكن ياخد ابنك في حته تانية خالص. فانا بحاول دايما ان انا اوجههم للصح، فعشان خاطر انا عايزه اللي يعمل ده معاهم. فخلينا ممكن اقول هو ده ممكن يكون اتغير او ركزت فيه اكتر. ما شاء الله. هل مساحات الاشخاص والاشياء في حياه حضرتك اتغيرت بعد التجربه دي؟ هو انا عامه ماليش صحاب. يعني انا مش شخص اجتماعي خالص. لو حتى انا اجتماعيه دلوقتي فممكن ده يكون بسبب مستر محمد، لان انا كنت شخص انطوائي جدا. يعني هو اللي دايما كان بيبوش ان هو لا لازم تتعاملي، لا الحاجه اللي انت بتخافي منها لازم انت تواجهيها. انا مش شخص اجتماعي. يعني كل علاقاتي في الدنيا بابا ماما ولادي حسن اخويا اشرقت اختي محمد بس. ما اعرفش حد تاني او ماليش حد تاني. وطبعا مع الشغل اتخذت اكتر كمان. فانا ماليش صحاب، يعني ماليش حد، هم دول دايرتي بس. حضرتك بتقولي بعد الشغل اتخذت منهم اكتر. طب هل بعد هذه التجربه بنحاول نرجع تاني نوسع نخصص وقت اكتر ليهم هم لكن انا اتعرف لناس بره لا. يعني حتى في نطاق الشغل بقى لا صعب في مصر كمان بالذات. اللي بيحصل في مصر مفيش حاجه في مصر يعني تستاهل. لا في مصر موضوع الصحوبيه في الشغل لا صعب. يعني جربتها مره وقررت ان انا ما اعملهاش تاني. ايه اللي حصل؟ اول سنه نزلت فيها شغل هنا في مصر، اشتغلت في سنتر ما علينا. المهم حصل خلافات ما بيني وما بين السنتر، ان انا كنت باخد شهاده التفل. فانا كنت بشتغل اياميها ابتدائي واعدادي. فطبعا كان بالنسبه لي كان لسه المناهج اللي هي بتاعت 4 و5 و6 دي لسه نازله. فانا ما اعرفش ادي درس غير وانا محضره كويس. ان لو انا مستواي مش اعلى من السنه اللي انا هديها مش هخشها.
يعني ده لازم. يعني حتى انا ما دخلتش الثانوي غير لما حسيت ان انا قد الثانوي. ما ينفعش اخش ان هو جربي وانتي مع التجربه. ده اللي انا اكتشفته هنا. خش جرب وخد خبره، ما انت هتاخد خبره وبعد كده هتبقى كويس. لا بس التمن في جيل ضاع منك انت بتجربي فيه. ماشي، بس تعالى بقى دلوقتي يعني انا بقول ده على اساس انه حاجه وحشه. يعني انا ما ينفعش اضحي بجيل عشان بجرب فيه واشوف الجيل. بالظبط. انت عندك مثلا بيطلع بعد كده الطالب لما بتيجي تقول له الحاجه الصح ما بيستوعبهاش بسرعه. بيبقى فيه دروب حاصل. لما مثلا يعني الحمد لله دلوقتي احنا القناه بتاعتنا بقت معروفه اكتريتها بالتريكات، او ان احنا بقينا بنفهم الطالب ايه الجرامر الصح. الجرامر ده انا بستخدمه فين. فانا لو انا مش قد ده ما بخشوش باي طرق. تمام. حتى لو انا حاسه ان انا يعني في ناس تقولي سن الكبر قوي ازاي ما تديش ثانوي. يعني مع ان انا مثلا نازله مصر 2020 ما كنتش كبيره قوي. يعني انا 30 سنه دلوقتي، مش حاسه ان انا كنت كبيره قوي. فانا كنت رافضه الفكره دي. كنت رافضه فكره ان انا اخد الخبره مع التدريب للطالب. لا، اخش وانا اكبر منك كده انا هعرف استوعب الطالب وهعرف ادي ماده علميه صح، لان هي مش تجاره، هو علم، انا بدي علم. فرفضت ان انا ادي ابتدائي. فقلت لصاحب السنتر انا خليني اعدادي بس السنه دي عشان في 1 2 3 انا بعمله. فكانت صاحبتي اللي موجوده هي كانت السكرتاريه اللي موجوده في المكان. تقريبا دي كنت اول حد اتعرفت عليها. فانا لقيت الموضوع بقى ضدي تماما، لقيت الدنيا بقت ضدي جدا، خصوصا ان صاحب السنتر قال لي خلاص يبقى ولا ابتدائي ولا اعدادي، مش هتدرسي ولا ده ولا ده. فهو صاحب السنتر كان فاكر بقى ده لما يقول لي كده هقول له لا معلش انا اسفه والله يعني بعتذر لحضرتك، خلاص انا هدي ابتدائي. فانا رحت قلت له خلاص ولا ابتدائي ولا اعدادي ولا يهمك. ومتعود ولا يهمك بالظبط. يعني انت ورحت فعلا واخده بعضي وماشي. فهو قال لي ايه ده انت هتسيبي المكان؟ فقلت له تمام ولا ابتدائي ولا اعدادي. رغم ان انا كنت ساعتها كنت عامله اسم حلو جدا في ارض الفضائي الحمد لله. كنت بدي من اول اولى ابتدائي لحد ثالثه اعدادي. اول ما مسكت السنتر في اعدادي ثالثه اعدادي كانوا معايا 5 بقوا 30 عيل ما شاء الله. فالكلمه اللي هو قالها لي دي بقى يعني حطيتها في دماغي قوي. قال لي خدي بالك انا اللي عملتك وانا اللي كنت بجيب لك الطلبه. فكان بالنسبه لي الموضوع تحدي بقى. يعني كان بالنسبه لي حرفيا سيبك بقى من اي حاجه تانية، كان بالنسبه لي الموضوع تحدي. هو كلمه مستفزه بصراحه. يعني انا فقلت له لا معلش اللي جايه لك لا هي كانت طالبه، انا جايه لك من السعوديه من مدارس الحصان انترناشونال سكول. فخد بالك قبل ما تقول الكلمه اللي انت بتقولها. يعني انا مش جايه لك مثلا لسه بتدرب ولا حاجه. وهو بقى شايف ان ايه انا اللي كنت بتحايل على الطلبه عشان يخشوا بقى. فقلت له ايه عامه اتس اوكي تمام. حتى انا كنت عايزه منه فلوس رفض ان هو يديها لي. وانا من الناس انت عارف عليك كذا عطتهولي تمام، ما عطتهوليش اللي مش هناخده في الدنيا انا هاخده منك في الاخره. ده مبدا عندي، عمري ما اجي اتعارك معاك على فلوس. يعني مثلا مستر محمد انا عايزه منك كذا انت رفضت تديهولي خلاص، بس لما نتقابل بقى ابقى صد. يعني دي حاجه من الحاجات اللي ايه اتعلمتها من والدي ووالدتي. ما تطلبوش فلوس، ما تطلبيش حقك. هو انت طلبتي مره هو رفض خلاص اوكي انت كده في الاخره هتاخديه نتقابل في الاخر. بس فقلت ولا يهمك. اكم من الناس لا عندهم فلوس والله بص قلت له محدش راضي. لدرجه ان انا كان في مدرس كان شاهد ان انا فعلا ليا فلوس، ولقيت المدرس قلب الدنيا وقال لك معرفش. فانا استغربت قلت له شهاده الحق ما ينفعش. يعني معلش انا اسفه انت راجل فانت بتشهد زور عشان خاطر تراضي صاحب سنتر للدرجات دي؟ اهميه البني ادم عندكم اهم من رضا الرب؟ يعني انتوا تمام. عامه انا كواحده ست لما تحط في موقف زي ده انا هشهد حق واحد سايباه وماشيه. بالنسبه لي بقى لقيت بقى ايه مدرسين احنا قاعدين بنتكلم، فمثلا هو يطلع فالمستر يقول لي لا بس انت عندك حق. هو صاحبه بقى لا بس انت عندك حق. بس قدامه بقى اول ما هو يخش بس يا طب يعني طب معلش طب نشوف لو هنزلها. يا نهار اسود انا بقيت قاعده كده هو ايه اللي بيحصل؟ انتوا بتعملوا ايه؟ يعني ده بقى كانت اول مره حرفيا اتحط في موقف زي دي. هو ايه اللي بيحصل؟ انتوا بتعملوا ايه؟ فالمهم الاقيه يطلع فاقول له الشهاده تقيله والمذاكره تقيله، وانا مذاكره مع ولادي مع ان انا ادي 6 مراحل ابتدائي و3 اعدادي حاجه منها هتقع.
فانا في اسمي هيتهز في حته، يا مش هاخد الشهاده، يا اسمي هيتهز في الابتدائي، يا اسمي هيتهز في اعدادي. صاحب بالين كداب، ما بالك انا هبقى اكتر من حاجه. بعدين ولادي كانوا لسه صغيرين، احنا كانوا سنه وهم ما شاء الله توأم، ما شاء الله. فكان من 10 مستحيلات. فراح امرئ عرف قدر نفسه حرفيا يعني. صح انت عندك حق. يخش الاقي القصه تانية خالص. فتمام، حلو قوي. فاخدت بعضي بصراحه، حسيت ان الحوار يعني لو قعدت هم مش قادرين يقولوا حاجه قدامه، خايفين على خايفين على اكل عيشهم. بس يعني بس كلمه الحق ملهاش. معلش بص، يعني انت لما بتعمل الصح ربنا بيفتح لك مجال تاني، صح، ايا كانت الدنيا ايه. صح. ده ما فيهاش كلام. وبعدين معلش يعني حسيت ان انا اسفه يعني، واحده ست، لا انا ارجل منكم بقى يعني بجد. لا يعني الموقف كان هو ليه الموضوع بيتقاب راجل وست؟ ما هو ده الحق حق والباطل باطل. بس يعني عايزه اقول لك يعني الست ممكن تخاف ان هي تقول مثلا، او تخاف ان هي تتصرف، هقول لك ماشي. لكن ان راجل يخاف ان هو يتصرف، دي اللي كانت ويرد قوي بالنسبه لي. دي بجد اللي كانت غريبه يعني. بس تمام ومشيت. فضلنا بقى اكتشفت بقى ان صاحبتي دي الكلام بقى بيتقال بالغلط، وبنلقي الكلام بالغلط. والمفروض ان احنا كنا عايشه ده، احنا كنا بناكل مع بعض وبنروح وبنيجي فقلت لا صحوبيات شغل تاني لا خالص. خصوصا كمان ان صاحب السنتر مثلا مش انت بقى مشيت من عنده خلاص، لا ده بيوقع ما بينك وبين المدرس الفلاني، وصاحب السنتر الفلاني بيكلمك ده مش كويسه، خلي بالك دي بتاخد العيال من السنتر وبتمشي. فاهم القصه ماشيه ازاي؟ بقينا بقى احنا شغالين في الشغل ده وانا ساكته، انا ما ردتش عليه خالص، ولا افتكر ان انا رفعت سماعه التليفون حتى قلت له انت بتعمل ايه. انا سايباه تماما، القافله تسير حرفيا يعني. انا سايباه يعوي وانا ماشيه يعوي بالظبط حرفيا. معلش عشان انا الفضول، بس الفضول والله هيكلني على سؤال، وده انا ممكن نعمله دقيقه او نصها يعني. هو ده بتاع بغض النظر يا نهار ابيض. معلش احنا قصه البرنامج كلها تاسف لك ان انت اول صدمه حضاريه تواجهيها كانت من النوع ده يعني. الحمد لله. ايه اكتر حاجه غير الموقف ده فرقت معاكي من السعوديه لمصر، اتفاجئتي اللي هي موجوده او مش موجوده؟ احنا كنا هناك بنتعامل مع التدريس كماده علميه بتوصلها للطالب، ماده علميه بحته، تمام، من سيشنز منك انت مثلا لو هتعمل فيديوز للولاد ان هم يتعلموا الاكسنت صح، ممكن توصل الحاجه دي ازاي. النطق كان مهم جدا لدرجه ان احنا كنا بنتحاسب على التي اتش لو مطلعناش لساننا فيها. طريقه التعامل مع الطالب، ازاي تحتوي الطالب. فكنا بنقدم ماده علميه يعني بعد، حتى لو كنا مثلا لو في شغل كنا بنعمله من البيت احنا كنا بنتحاسب عليه. مفيش حاجه اسمها انت تشتغل كده مجامله ولا حب ولا فهلوه ولا حب في الشخص اللي قدامك. لما نزلت هنا لقيت الموضوع تجاري بحت، ملوش اي علاقه بالماده العلميه. مش عشان انت معاك ماده علميه ده معناه انك تبقى مدرس مشهور، لا اكتشفت ان الموضوع ده ملوش اي علاقه خالص. عشان كده كان قرار من القرارات اللي انا قررتها اول ما نزلت وشفت الموضوع ده، انا مش مدرسه سنتر. وبقى اي حد يكلمني انا مش مدرسه سنتر، انا مدرسه لغه. وده كان اول قرار اخدته بعد الموضوع اللي حصل. لان لا اكتشفت احنا لازم نشجع بعض وندعي لبعض عشان خاطر نشتغل. لا انا لو شايفه ان فلان غير مؤهل ان هو يدي طالب فسوري، انا مش هقول ان ده ينفع. ليه؟ انا ولادي في يوم من الايام هتحطوا في الموقف ده، فاللي ما رضاهوش عليهم مش هرضاه على اي حد. فكان قرار من القرارات اللي انا اخدتها. حتى اي صاحب سنتر بيحاول ان هو مثلا يتطاول، يعني برضو حصلت ان صاحب سنتر حاول ان هو يتطاول في الكلام يعني، او يتطاول في رد الفعل. فكان رد مدرس من المدرسين هو عادي بيعمل كده مع مدرسين. لا مش عادي. يعني ايه هو عادي بيعمل كده مع مدرسين؟ لا، في المدرس له احترامه. حتى لو انت مش مدرس، انا طالما بتعامل مع بني ادم لازم اديك احترامك الكامل. لان معلش انت لو ما عطيتنيش احترامي الكامل فانا اوريدي مش هديك احترامك. ده 1 2 تعامل مع بشر. فلقيت لا الموضوع هنا ملوش اي علاقه خالص بالماده العلميه. احنا نفسه حرفيا
لا حرفيا بجد. اول قرار اخدته يا جماعه انا مش مدرسه سنتر، وفعلا انا الشغل انا بحاول انا اعمل شغلي، ما بحاولش ان انا اكون منتميه لكيان معين عشان خاطر اكون مدرسه. موضوع بره ده تمام. حضرتك كنت اتكلمت في الكلام، حضرتك قلت على شهاده التويفل. مم. هي تويفل التويفل ايه الفرق ما بينهم؟ هي التويفل تعتبر دلوقتي احدث من التويفل. مم. هي احدث، يعني الطرق العلميه اللي بنتعلمها في التويفل احدث من التويفل. طيب ما تكلمنا اكتر عنها لو حد بيسأل مثلا او بيستفسر. هي الفكره ان احنا بنتعلم ان هو ازاي تعرف. هو اولا انا كنت عايزه ادي ثانوي، تمام، فزي ما قلت لحضرتك انا مش هدي ثانوي غير لما احس ان انا قد الموضوع ده. فلما بحثت وكان في حد من صحاب خالته يعني الله يرحمه، هو اللي قال لي ان احنا ناخد الشهاده دي، لان هي بتعلمنا ان احنا نوصل الجرامر بطريقه سهله ومبسطه، وان انت ازاي تعرف تتعامل مع الطالب، وازاي لو طالب ضعيف تعرف توصل له المعلومه دي، ولو طالب قوي تعرف ان انت تتعامل مع نفس المستوى بتاعه. فهي الفكره ان انا كنت حابه اعمل ده، خصوصا ان انا هتعامل مع سن كبير اللي هو سن الثانوي. فهي الفكره ان هي بتبسط لنا الجرامر، الاكسنت بتخليه طبعا احسن، ان انت بتتعود على الاستماع بطريقه اسرع واحسن. بس الاستماع والحاجات دي بتفيدك لما بيكون طالب لغات. لو طالب عربي فانت كل اللي انت محتاجه في طالب عربي ان انت تبسط له الجرامر، او تبسط له طريقه الحفظ، او تبسط له الانجليش اصلا. ده اللي خلاني ان انا يعني اخدها، خصوصا ان انا كان المبدأ عندي ايزي انجلش. فهي فعلا بتساعد ان انا عرفت ان انا احقق الموضوع ده. انا حاطط نفسي مكان طالب بيتفرج على القناه اسمها ايزي انجلش. انا نفسي افهم ايه السهل في الانجليزي اصلا. الكلمه نفسها قفلتني، مش عايز اخش القناه اصلا. ما هم دايما الشفاه سهل يعني. فاهم حضرتك ايه سر التسميه اصلا؟ ايه سر التسميه؟ سر التسميه دي هو سر من الطفوله. انا كنت وانا صغيره كنت في مدرسه خاصه، فكان الانجليش كان بيتدرس في المدرسه الحكومي ابتداء من سنه رابعه. انا كنت باخده من الكيجي. لما جه اتطبق على رابعه احنا اخدنا اللغه التانية اللي هي كانت الفرنش، تمام. فكنت اشوف صحابي دايما عندهم الانجليش بالنسبه لهم عقده. طب ليه؟ يعني الموضوع سهل قوي، يعني ما كنت شايفه ان الموضوع سهل. فكان عندي جارتي حبيبتي جدا، يعني لما كنت اقعد اشرح لها كانت تحس الموضوع جميل قوي مفيهوش حاجه. فبقيت كل حد اشوفه الاقي مثلا حد من صحابي في مشكله في الانجليش، فكنت اخده اقعد اشرح له، فيحس ان الموضوع جميل. عندي قرايب والدتي من طنطا، فلما كنا نروح وكده فبيقولوا لي الانجليزي ده فاهم، فاقول لهم طب بص تعالى اقول لك كذا، فكنت اقعد اشرح لهم. لقيت لا تمام الموضوع اختلف ما بينهم تماما، لا الدنيا كويسه. فبقى كان نفسي كل حد اشوفه فعلا حسسه ان الانجليش سهل. ففضلت الفكره في دماغي. اللي ليها فضل عليا برضو في الموضوع ده هي الميس بتاعتي الابتدائي، ربنا يديها الصحه يا رب. لحد دلوقتي احنا اصحاب، ولحد دلوقتي احنا بنتواصل مع بعض جدا. هي بصراحه هي اللي حببتني. هي كانت صاحبتي ما كانتش المدرسه، يعني هي كل اللي كانت بتعمله معايا انا اوريدي اللي بعمله مع الطلبه دلوقتي. يعني فعلا انا لو كان مثلا عندي مشكله كنت ممكن اروح اتكلم معاها، كنا بنقضي معظم الوقت سوا مع بعض، خصوصا انا كنت باخد برايفت في البيت لوحدي، فكنا قريبين من بعض جدا. فهي اللي حببتني في الموضوع. فانا كنت مقرره ان انا لما اكبر، بس ما كانش في دماغي ان انا اكون مدرسه، مش هكدب عليك، يعني كان في دماغي ممكن يكون ايه موضوع كورسات ممكن، او ان انا اساعد الناس. فكان فعلا فكرتي من وانا صغيره ان انا فعلا عايزه اخلي فكره الانجليزي الكلكيعه دي سهله. فلما ربنا كرم بقيت مدرسه، فقررت ان انا اسميها ايزي انجلش. بس كده. اتمنى الانجليزي اتمنى تحقق رسالتك في المبدا، يعني هدف ان شاء الله باذن الله. صراع اللهجات والاكسنت، هل فعلا الاكسنت مهمه في تدريس الانجليزي للطلبه في مصر؟ طيب احنا لو اتكلمنا عن المدارس الدوليه، هم بتفرق معاهم قوي، هم بيبقوا عايزين اللغه مظبوطه. يعني انا فاكره اول انترفيو رحته، مشيت من الانترفيو عشان انا قلت ذا، ما قلتش ذا حرفيا. قالت لي كده انت هتعلمي لي الكيدز غلط. فده يعني ما فيهوش نقاش. لو هنتكلم على المدارس الحكومه، فموضوع بعيد تماما عن تدريس اللغه. احنا ما بنتعاملش معاها لغه، احنا بنحفظ الطالب. فلا مفيش اكسنت. احنا ممكن كمان اصلا يكون المدرس اللي بيديله اصلا الاكسنت بتاعته مش مظبوطه.
عايز اقول لحضرتك اللغات مثلا احنا عندنا هنا اللغات التجريبي، في اللي هو المميز اللي هو بيبقى تبع الحكومه، وفي اللي هو بيبقى بالفلوس. المميز اللي تبع الحكومه اكتشفت ان بيبقوا هم اصلا مدرسين عربي وبياخدوا تقريبا دوره بسرعه وبيروحوا فبتكون اصلا اللغه مش صح. فبالتالي هو مش هيعرف يدي الطالب الاكسنت مظبوط. ف لو هنتكلم على المدارس الدولي والمدارس مثلا التجريبي بالفلوس، طبعا الولاد بتطلع الاكسنت بتاعتهم ما شاء الله حلوه جدا، طريقه الحوار حلوه جدا، الثقه وهو بيتكلم وبيتعامل كويسه جدا. لكن طالب لغات حتى اللي هو اللغات حكومي لا، الا بقى لو حضرتك اشتغلت معاه كورسات بره. لكن غير كده لا، الاكسنت ما بتبقاش مظبوطه. وممكن طالب لغات يقول لك انا ما بحبش الانجليش، دي بقى اللي بتبقى بيجي لي عارف انت اللي هو بانك ازاي يا حبيبي، ازاي انت اصلا لغتك يعني حوارك كلها بالانجليش. اكتشفت بقى ان مثلا لو ساينس مثلا بيشرحوه بالعربي ويقولوا لهم الاكسبريشن بالانجليش، فطبعا الموضوع بيبقى صعب جدا للطالب لما بيكبر في الثانوي مثلا، لما يجي ياخد بيولوجي لازم يترجم السؤال تقريبا كله مترجم الانجليزي. هو بقى الطالب وهو بيحل بيترجمه بالعربي عشان يعرف يحله. طب ما انا كنت دخلته عربي. يعني في مره سمعت حوار كده كان غريب لمدرس ساينس بيقول ان هو مش ذنبه ان الانجليش مش مظبوط، فده العائق اللي بيتعبه في الانجليش، فهو بيضطر ان هو يشرح بالعربي عشان خاطر يعرف يوصل المعلومه. ده كله كده؟ طب ما غلط. معظم مدرسين اللغات بيشرح المعلومه بالعربي بعد كده يحل المسائل بالانجليزي. طب ما ينفعش. انت اولا بوظتلي اكسنت، ده رقم 1. رقم 2 انا المفروض ابقى عارفه ان ده اسمه فون. الفكره بقى ان انت تقوله لي تليفون، دي المفروض اللي تبقى صعبه عليا، مش ان انا صعبه ان انا اقول ان ده فون او ده مايك. عشان كده احنا لما كنا مثلا في السعوديه كنا بنعلم الاطفال ازاي. احنا كنا بالفلاش كاردز this is apple تمام، ما او this is an apple عشان نبقى عشان تبقى الجمله عشان بس ما حدش يمسك عليها عشان تبقى الجمله مظبوطه. مديرة مدرسة اللغات كده this فهو فاهم ان دي اسمها an apple. فطبعا هم بره في البيت احنا بنديهم تعليمات لاولياء الامور لا لازم نتكلم انجلش تمام. ففكره بقى ان انت تقلب له الدنيا، انت كده ما بتعلمش لغه، انت المفروض بتعلمه لغه. رقم 1 بنعلم الكلمه بالفلاش كارد، رقم 2 بناخد الكلمه دي لازم يحطوها هو في جمله، رقم 3 بعد ما بيحطوها في جمله لازم انت تعمل حاجه اسمها writing skill، اللي هو ازاي اصلا يعمل write a paragraph، ازاي يكتب باراجراف. فتعالى بقى شوف دلوقتي احنا بنعمل ايه. يكتب باراجراف، المدرسين بيقولوا للطلبه احفظوا الباراجرافات. ده بقى كان بالنسبه لي برضو صدمه من الصدمات حتى طالب اللغات. ما هو نفس الكلام في موضوع التعبير، تحفظ المقدمه والخاتمه وتحشي احنا اصلا مفيش حاجه اسمها يعني ايه مقدمه وخاتمه؟ مقدمه الباراجراف مفيش كده. يعني انا دلوقتي لو هتكلم ازاي ده انا طول حياتي بقى ما هو غلط انت كده بتهدي الثوابت عندي. ما هو غلط. طيب تعال نقلب الموضوع بالعربي. لو انا دلوقتي هتكلم عن السياحه هتبقى انا دلوقتي بمسك درس اهو قراءه عادي جدا عن السياحه ودرس قراءه عن التكنولوجي. تمام حلو كده. هل هتبقى مقدمه الدرس ده هو نفس مقدمه الدرس ده؟ بصي بس احنا اتعلمنا اسطمبه بنكتبها ماشي، ان هذا الموضوع الذي نحن مهم بصدد جداً. الكلام عنه مهم جدا وانه لمن اهم المواضيع التي تحتك بحياه الانسان ماشي. دي بجري في الاول تمام. وفي النص احشي حاجه تمام بكتب اي حاجه. انا النهارده صحيت الصبح كاتب ايه وفول نيجي في الخاتمه وفي النهايه ارجو من سيادتكم بحيث في مرافعه مش موضوع تعبير خلاص. انا ده اللي انا واحلى 8 من 10 باخدها. طب حلو. ايه المشكله دلوقتي؟ انا بقول بقى لحضرتك احنا دلوقتي هنتكلم بقى كلغه ولا كماده؟ انا دلوقتي بتكلم كلغه. ما هنا السؤال معلش انا برضه في اشكاليه. تمام. دلوقتي هل انا هدفي من الموضوع دوت ان انا في امتحان الترم وامتحان اخر السنه اجيب سكور كويس، ولا الهدف ان انا اطلع معايا لغه كويسه مظبوطه كاكسنت وكجرامر وكالكلام ده كله؟ لو هتتكلم على ساميه ايوه together الاثنين طبعا. ليه دلوقتي الانجليش بقى من اهم الحاجات اللي موجوده دلوقتي، ما ينفعش تشتغل في اي حته محترمه غير لما تكون اللغه بتاعتك سليمه، ده ما ينفعش. حضرتك ممكن تبقى قاعد في البيت وتدخل 30-40 الف جنيه وانت قاعد لمجرد ان الانجليش بتاعك كويس، سواء بقى اشتغلت كاستمر سيرفيس، سواء بقى اشتغلت في الترجمه،
وانت قاعد كفريلانسر، انت مش محتاج تنزل من بيتك اصلا. تمام. حتى لو مثلا حضرتك لو حتى هتبقى دكتور، فانت القسم بتاعك كله بالانجلش، كادويه، كحتى ان انت تطلع على الدراسات الحديثه، احنا دلوقتي بقينا بالانجلش. تمام. دلوقتي احنا الحاجه السائده دلوقتي بقت الاي اي، ده دلوقتي بقى حاجه من الحاجات اللي لازم، يعني لدرجه ان كنت مره قاعده مع حد يعني قال لي كمان سنه اللي مش هيبقى عارف اي اي هيكون امي، يعني عشان هو عارف ان انا ما بحبش الكمبيوتر اصلا، فقال لي لا مش هيبقى عارف الاي اي هيكون امي. فالاي اي ده مين اللي هيخدمه؟ الانجليش. صح. بقى نيد دلوقتي جدا، ما بقاش حاجه اضافيه او ترفيه. لا 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 خالص، جدا. يعني انت دلوقتي في كل حاجه هو بقى بيسهلها علينا جدا. انا بصراحه بستخدمه في حاجات كتير جدا، لدرجه مثلا ان انا لو في طرق جديده حديثه انا عايزاها، هو بيديني اقتراحات حلوه جدا. لو انا عايزه اعمل برزنتيشن هو بيديني اقتراحات حلوه جدا، او بيساعدني ان انا اسهل الموضوع. فانت دلوقتي بتحط البيزك اللي الطالب هيكمل عليها، صح كده؟ فلو الطوبه مش محطوطه سليمه فهو هيعاني. فهو ده بقى اللي بكلم حضرتك فيه. انا دلوقتي بتكلم ان انا عايزه اعلم لغه، لان احنا خلي بالك بعد يعني انا الموضوع فرق معايا بعد الكليه، بالرغم ان انا كنت في مدرسه خاصه وباخد الانجليش من بدري. لما فيما بعد الكليه وبدات ادرس لغه، في حاجات كتير احنا كنا بنتعلمها غلط، غير مظبوطه، مش لا تمس الواقع باي صله. معلش احنا دايما بناخد ايه الفرق بين قاعده going to وقاعده will. طب حضرتك لو قاعد قدامي لو قلت لك I'll travel next week هيفهمني لو انا قلت له I'm gonna travel next week. مش هتفرق. لا هيقول لك لا انت بقى كان قصدك بقى نيه دلوقتي وانت بتكلمني، ولا كان قصدك بقى ان انت خدت قرار سريع. لا لازم تحدد. لا طبعا هو الموضوع ما فيهوش خالص الكلام ده. عشان كده دلوقتي بقينا بنعلم الكيدز الطرق بقى الحديثه ان يسمع وياخد الجرامر من خلال اللسن. كمدرس ممكن ما الاقيش المجال او الوقت او مش متاح بالنسبه لي ان انا ابقى مهتم بتعلم الطالب بلهجه، او ان هو يتكلم صح. بقى انا بجري، انا بسابق الوقت علشان الطالب الحق اخلص منهجي، والطالب يخش يلاقي التريكات دي في الورقه يحلها وينجح. من وجهه نظر حضرتك ايه حل حاجه زي كده؟ هو مش بايدينا، حتى لو مدرس واعي ده او ولي امر واعي ده ما مش بايده. هل نعتمد على مصادر خارجيه؟ طيب هقول لحضرتك على حاجه. لو طالب ابتدائي فما ينفعش تقولي مدرس ما بيهتمش باللهجه. طالب ايه؟ ابتدائي ما ينفعش تقولي مدرس مش مهتم باللهجه، عشان ده التأسيس طبعا. يعني انا ولادي لما جيت اوديهم لتيتشر سمعت الاكسنت، ما ودتهمش غير لما اتاكدت ان فعلا هي الاكسنت بتاعتها مظبوطه. تمام. ليه؟ زي ما قلت لك ان هم دول الحاجه لسه البيزك اللي انا هحط عليها النقشه بتاعتي. فلو النقشه غلط مش هينفع ان انا اكمل. تمام. طبعا فعلا المناهج بتاعتنا الفتره دي لا تناسب عمر الطفل، وملهاش علاقه اصلا باللغه. خلينا برضو نتكلم في الموضوع ده. احنا بقينا بنتكلم ان هو يعتبر الاعتماد دلوقتي بقى على الفوكاب، متجاهل الجرامر، متجاهل الرايتنج سكيل، كل ده احنا مش باصين اصلا. فلو حضرتك هتعوض طبعا، يعني انا شايفه ان دلوقتي الانجليش كتدريس في مدارس ما ينفعش. ومش فكره ان ابني بياخد بيجيب 100% في الانجليش في المدرسه ده معناه ان هو واخد لغه كويسه. لا، لازم ندي كورسز بره، سواء بقى كان كورسز فوناتكس او كونفرزيشن او ان هو يعمل رايتنج. الكرتون بيبقى حلو جدا للاطفال بالانجليش ان هم يقعدوا يسمعوا. تمام. في حاجات، في برامج بتتجاب للاطفال ان هم بيقعدوا يسمعوا وهم بيقولوا، بتبقى كمان بطريقه اتراكتيف قوي ان هم يقعدوا يبصوا ويشوفوهم. ده لو هنتكلم على الصغيرين. لو هنتكلم بقى على الاعدادي، تعالى بقى نصنف الفئات. في طالب اعدادي ما بيعرفش يقرا اصلا. ده المفروض هتعمل معاه ايه؟ انا جات لي مره ولية امر قالت لي انا ابني ما بيعرفش يقرا ويكتب. حلو، بس قالوا لي ان حضرتك مدرسه شاطره فحضرتك ان شاء الله هيكون ممتاز معاكي. فكان ردي حرفيا في عطار في اخر الشارع، قولي له عايزه الوصفه بتاعت ميس ساميه، هتاخديها الصبح وبالليل وان شاء الله هيقفل.
فالست وقفت تتنح كده، قلت لها ما حاجه من الاثنين، يا انا دجاله يا هدرس له في ميه. هي ملهاش حل تاني. انا صدقت ان في والله كنت لسه هسالك على الوصفه ايه. طيب ده كان حرفيا معلش. طب حضرتك كنت فين وسايباه لحد ما طلع من الاعدادي ان هو ما بيعرفش يقرا ويكتب؟ انا قعدت واتكلمت بكل جديه جدا، وهي الست فعلا ازاي يعني ازاي ليه سايبه القصه دي كل يعني ليه سايباه من الابتدائي لحد ما يوصل لثالثه اعدادي ان هو ما بيعرفش يقرا ويكتب؟ تمام. فكان الرد عشان المدرسين بتستقصده. بمعنى معلش اعمال السنه، ما هي دي ده بقى حوار تاني. ده حوار تاني في مصر. فاهمني؟ ده بقى حوار لازم يتحط له حد. وانا برضو مش عارفه ليه احنا مش عارفين نكنترول على الموضوع ده. يعني من ضمن الحاجات مثلا اللي بقابلها ان انا في اولى وتانية اعدادي لازم اخد مع مدرس المدرسه، لان بيبقى نسبه الدرجات عنده اكتر من المدرسه العاديه. عشان كده كان في حد من الاصدقاء يعني اقترح عليا روحي تعيني في مدرسه، وانا كنت رافضه تماما ان انا اشتغل في مدرسه في مصر. ليه بقى؟ اول مدرسه نزلتها لما رحت عملت انترفيو قالت لي السالري 500 جنيه حرفيا والله العظيم ده 3. سنه كام معلش؟ 2020 2020 ب 500 جنيه بعد بالظبط نقول ان لما البلد بدأت تفتح بعد كورونا. تمام. فانا معلش برضو يعني شوف بقى يعني النية برضو يعني 500 جنيه بير ايه يعني بير ويك يعني كل اسبوع بالساعه. فانا استغربت يعني 500 جنيه كل ايه؟ قالت لي في الشهر. فقلت لها يعني انا همسك كلاس كذا وكلاس كذا وكلاس كذا ب 500 جنيه. قالت لي غير بقى كمان الضرايب والتأمينات. الله يعني ال أكبر. 500 مش كاملين كمان يا سكر انت بتتكلمي لا وايه بقى وانترفيو وقاعده بقى وريني بقى بتشرحي ازاي. تمام. وجيبوا لي الهيد تيتشر ولازم والله لا ده في متطلبات كمان الوظيفه. فاهم. يعني فقلت لها معلش ده ايه؟ قالت لي ما انت هتاخدي دروس من المدرسه. هم عاملين حسابهم على كده. فقلت لها ده بقيت المرتب ده اتاوه يعني بتاخديه مني اتاوه ان انا هاخد دروس من المدرسه. فاهمني؟ فكانت ولما رحت بقى مدرسه بعد كده انا شايفه مدارس هنا في مصر لو بتتكلم على مدارس ناشونال مش اعلى من 2000 جنيه. دي حقيقة. 2500 هنقول اقصى حاجه. ده لما يبقى قديم في المدرسه تقريبا. يعني هو ممكن نقول اللي بيكون كويس شويه اللي هو مدرس الحكومي اللي ستارت من 2000. دي حاجه مسلم بيها يعني. فبصراحه انا ده كان قرار انا واخداه مش هضيع وقتي معاهم. حضرتك انت المشكله ان احنا شغلتنا كتدريس في حاجات انت بتطلب ان هي تتعمل منك بعد ما بتروح البيت. صح. فاهمني؟ فانت معلش انا اسفه بتشتغل بره جوه، فما ينفعش ان انت تبقى عاطيني سالري بالمنظر ده. تمام. وبعدين حضرتك بتشتغل مثلا اكتر من 8 ساعات تقريبا، فنص اليوم راح. فدلوقتي معلش 2000 جنيه او 2000 ونص في مصر دلوقتي يعملوا ايه؟ ولا اي حاجه. فانا غصب عني لازم ادي دروس. فمدرس المدرسه هيعمل ايه بقى دلوقتي؟ هغصب الطالب ان هو اديله درس. ما هو الراجل برضو ما باليد حيله، ما هو مرتبه برضو مش مكفي، ما هو ما باليد حيله، فهو غصب عنه انه يعمل كده. بس انا بقى تعليقي لمدرس المدرسه في حاجه واحده بس. تمام. طبعا عارفه ان انا هتشتم بعد البودكاست ده لان بشوف بقى مش مدرسه مدرسه بقى وجايه تتنك علينا. انا بتخاف اصلا. انا بفكر هنشر الحلقه ولا لا مش مجرد تتشتم بس لا بجد والله. انا بس عايزه اسال سؤال. انا دلوقتي قررت ان انا هدرس صح؟ تمام. وقلت لمستر محمد انت لازم تيجي تاخد عندي درس. تمام. اوكي انا معاك جدا مفيش مشكله. طب ما تدرسها صح؟ لا مش هينفع. ليه؟ هتتحارب جوه المدرسه. احكي لك قصه. مدرس صديق وزميل يعني شغال مدرس انجليزي برضه. دخل المدرسه في اول ايام اول ما اتخرج وخلص جيش وبتاع. ربنا كرمه بمدرسه. دخل المدرسه اشتغل بضمير ونفسه مفتوحه على الشغل وحابب العيال فيه وحابب العيال في الماده واشتغل بمنتهى التفاني. ما طلبش من طالب ولا لمح بحاجه بره اليوم الدراسي ولا جنيه واحد. خلاص بدات الناس تضايق عليه جوه المدرسه المدرسين اللي قدام وبقت الناس تبقى تعامله معامله وحشه. هو مش فاهم في ايه اصلا. هو عشان بيحارب الدرس. البديل موجود في المدرسه. انا ليه اخد درس معاك يا مستر؟ ما انا باخد ما انا اللي بيحصل ايه الواقع ايه دلوقتي ان بقى في مدرس بيشرح كويس. فكل المدرسين الزملاء والاكبر اللي في المدرسه ترجموها ان انت بتحاربنا عشان تاخد عيال بره. انا بتكلم مثلا في فكره حاجه تانية. انت مش هتشرح في الفصل بضمير اصلا. عايزه اقول لك على حاجه. بعد موضوع التقييمات
فالمدرس ما عندوش وقت اصلا ان هو يشرح. اه خلينا بقى نتكلم بقى كحياه دراسيه جوه الكلاس، لا هو ما عندوش ان هو كتر خيره اصلا على ما يحل التقييمات الموجوده. ايوه صح تمام. فانت كده كده مش هتشرح جوه الكلاس، تمام. فانا غصبتك انك تيجي تاخد معايا درس عشان انا مدرس الفصل بتاعك. ليه احنا بقى مش بندرس الماده صح؟ ما زي ما قلت لك، ما هو لو شرح كويس في الفصل لا مش هيجي في لي بره. الفصل، ما هو في الدرس. في الدرس في الدرس كمان بره. كبرايفت، ماشي كنت فاهم في يعني، الدرس ولا في الفصل ولا في بالظبط، الدرس. او حتى كمجموعه تقويه في المدرسه. ما هو نفسيا قال لي خلاص انا معايا اعمال السنه، الولا ذاكر ما ذاكرش كده كده هبيهم معاه هيعدي. بس احنا هنتسال عليهم يوم القيامه. ما هنا بقى كل الموضوع. راع وكلكم مسؤول عن رعيه. محدش بقى يفهم ده، ما هو ما محدش ينفعش. بقى الموضوع غايب اصلا. ما هو ما ينفعش. ما هو معلش انا اسفه، طالما انا خلاص قلت انا مسؤوله عن مستر محمد، يكون قد المسؤوليه، يسحب نفسي منها خالص، لان حضرتك يوم القيامه هتتسال. انت دلوقتي مستر محمد ده كنت مسؤوله عنه، قصرت معاه في 1 2 3، انت هتيجي تاخد مني انا حسنات، ولو حسناتي خلصت فانا باخد منك انت سيئات. فالموضوع بجد كبير، مش هين ان فكره انت حضرتك تكون مسؤول عن حد. طيب حضرتك دلوقتي قررت انك تديله درس، ما ينفعش يجيلي طالب ما بيعرفش يقرا، مش عارف تمشيها معاه، اعتذر، في بديله. الطلبه كتير، يعني هو مش الطلبه مش واقف مثلا على محمد وابراهيم، لا مشيه، مش انت مش عارف ومش عيب. معلش يعني دايما ايه يقول لك ما فيش حد بيتفق على حد واحد. يعني انا في ناس بتشوفني كويس وفي ناس بتشوفني مش شاطر، عادي. يعني ربنا ذات نفسه في ناس اعترضت على وجوده، تمام. فهي دي الفكره، ما فيش حد ان انت تاخد المنطق 100%، ومش لازم ان انا الناس كلها تتفق عليا. فانا لما الاقي نفسي مش عارفه امشي مع طالب، اتكلم وقول انا مش عارف. لكن انا ما ينفعش يجي لي طالب ثالثه اعدادي مش عارف يقرا ويكتب. طب ليه يا جماعه؟ اصل كان المستر بيديله الامتحان، اصل المستر بيخش الكلاس، ده بياخد معاه درس وده بياخد معاه درس، فبيكتب لهم الاجابات على السبوره. بتوع الابتدائي بالذات لما بيطلعوا اعدادي اكتشفت ان معظم النجاح ازاي، الاجابات بتتكتب على البورد يوم الامتحان. يوم الامتحان. فيجي لك طالب اعدادي، فانا اقول لهم يا جماعه انتوا خدتوا ده وخدتوا ده، والله يا ميس ما نعرف، احنا المستر الفلاني دخل كتب لنا على السبوره، اختاروا دي واختاروا دي وحلوا دي كده، فالعيل كتب، وبقى الولد بياخد جريد عاليه والولد انا اسفه في الكلمه حمار. انا افتكر والدتي مره مدرس الماث بتاعي في المدرسه استقصدني عشان انا ما باخدش معاه درس. فانا مامتي كانت ضد الفكره ان انا اخد مع مدرسين المدرسه خالص، ضد المبدا اصلا. فماما راحت له قالت له انت في ايدك كام درجه؟ قال لها في ايدي كذا. بكام؟ راحت قالت له لا ماما قالت له نقصهم مش مهم، يعني تنقصها وتبقى شاطره ولا تبقى جايبه 100% وبنتي حماره. تفتكر انت لو اب هتختار ايه؟ ماشي، ما تمام كل حاجه. الكلام ده اعمال السنه زمان كانت اقل من ربع الماده، درجه الماده. انا افتكر كانت على ايامي مش عارفه كانت 20 درجه تقريبا. 20 درجه من اصل 60 مثلا 50 ممكن ستيل برضو اقل من النص يعني. يعني لو جبت صفر عمل سنه، ودي عمرها ما حصلت في النقل. برضو دي تريكات تانية. مستحيل مدرس مستحيل هيتسال في المدرسه ايه ده. ايوه. فدلوقتي الموضوع اتقلب، معظم علشان يقعد الطالب في المدرسه اكتر. الكلام ده انا خايف اقوله. انا هقوله. طولنا في الموضوع ده وعايزين هحاول يعني مش عارف اعمل ايه. هنسكيب دلوقتي. انا عايز اقوي ابني كلغه. تمام. فلنفرض ان مفيش مدرسه، مفيش اي حاجه خالص. اوكي. عايز اقوي ابني في اللغه، اعمل ايه؟ رقم 1 ان احنا بنديله كورس فوناتكس، تمام، اللي هو بيكون اول حاجه بيتعرف على اصوات الحروف. بمعنى انا مثلا عندي في العربي حرف الالف، صح كده؟ الالف هو اسمه الف، فبيكون له نطق معين. طب الالف ده لو تحط عليه فتحه بتكون لو تحط عليه كسره ايه، لو تحط عليه ضمه صح كده. يبقى انا كل مره حطيت التشكيل بقى الساوند بتاع الحرف متغير. انا عندي برضو نفس الكلام في الانجليش. فهو ده اللي المفروض الطالب بياخده. بيكون طبعا على مستويات اول ليفل اللي هو بيتعرف على الحروف كبيزيكلي اللي احنا متعودين عليها. بعد كده ببدا ادخله الشورت فاول
سواء ان انا بتعامل بالسي في سي اللي هو بيكون حرف ساكن بدخله بعد كده حرف فاول، ابدا ادربه وبعد كده بدخل حرف ساكن تاني. تمام. ده بتكون على كذا ليفل. من ضمن ده بدخله بقى كورس الريدنج بعد ما يعني هو بياخد الفوناتكس، انا بدخل برضو قراءة مع الطفل، انا لو بتكلم على طالب صغير. اوكي. بعد كده بنبدأ ندخل الجرامر، ومن ضمن الجرامر وهو بياخده انا بخليه يكون جمل سليمة كويسة بحيث ان انا اساعده في كتابة الباراجراف عشان ما تبقاش عقدة بقى بالنسبة له، سواء بقى باراجراف او ايساي لما يكون في الثانوي. تمام. ده المفروض ان هو بيعمله. طيب انا عايزاه كده، انا استخدمت النطق واستخدمت الكتابه، عايزه الاستماع. فالمفروض برضو بيكون في حاجه اسمها كورس listening اللي هو زي مثلا انا عندي what does لما احب اقراها، او مثلا بيقراوها في الافلام احنا ما بنطقهاش what does، احنا بنطقها زي what does. تمام. فانا المفروض ان انا بعلمه ازاي ان انا اعمل الادغام ده او ان انا اعمل الصوت ده، او مثلا الحرف لو وقع بين اتنين فاول المفروض الصوت ده يبقى عامل ازاي. فكده انا مسكت كل جوانب اللغه، سواء كانت listen او reading او writing او حتى ان هو الجرامر بتاعه يكون مظبوط، سواء بقى يتعلم الجرامر من خلال writing او ان انا اديله كورس جرامر لوحده. ده اللي المفروض يحصل. دي البدايه كتاسيس يعني. ده البدايه. طيب انا كنت باخد كورس انجليزي في مكان من الاماكن، مكان تعلم ما اللغه في 10 ايام. تعالى لا يعني كان مكان يعني لحد ما محترم يعني. خلاص. كان من ضمن الانستراكتورز اللي هم بيبقوا متعاقدين معاهم، فبيبقى التوزيع عشوائي، انت ما تعرفش انت مين هيدرس لك. أوكي. وكل ليفل مختلف ايه كده. دي سياسه المكان وسياسه معظم الاماكن. المهم يعني كان بيجي لنا الواحد في مره جالنا في ليفل، كان ليفل 8 تقريبا او 9 مش فاكر. فكان السيشن وقتها مثلا 3 ساعات بالبريك بكله. قبل السيشن ما بيخلص، قبل ما ال3 ساعات ما يعدوا بيبقى هو خلص كل اللي عنده، فما ينفعش يطلع قبل ال3 ساعات لما الجرس يضرب. تمام. فكان يعمل ايه؟ كان يسأل سؤال غريب جدا، السؤال اللي بيفتحه عشان يعدي بيه الوقت. احنا عندنا الكلاس مشترك يعني بنات وولاد، فيسأل سؤال عبارة عن قنبلة موقوتة: ايه رأيك في عمل المرأة؟ فكانت بتبقى مجزرة، كل واحد بيدلو بدلوه، وانا لسه شاب لأن لسه شاب صغير في بداية العشرينات ما لا افكر شيء في الحياة، وبدلو بدلو انا كمان. فهمت بقى ان هو بيضيع وقت السيشن، هو مش فارق معاه اصلا مرة تشتغل ولا ما تشتغلش، خلاص كبرنا وفهمنا خلاص. تمام. فانا عايز اعيد نفس السؤال تاني، بس المره دي مش بضيع وقت الحلقه. سؤال حيوي فعلا، بناء على طرحك قلت لي اساله لك عشان برضو يبقى ايه، ابقى فير يعني. الموضوع ده عمل دروب جامد قوي لما نزلنا الاسك والله. حصل اسك ضرب انتي بتقولي. فاحنا هنتكلم عنه باستفاضه. السؤال: هل حضرتك مع عمل المراه؟ طيب انا دلوقتي هتكلم في الموضوع كعامه، ونتكلم دلوقتي على الحياه الواقعيه. بس هو في الاسك ما كانش كده. هو في الاسك اصلا كان الموضوع كان مستفز، يعني كان هو بيقول لي هل الست مكانها المطبخ، فهو اصلا هو استفزني مبدئيا. احنا غيرنا صيغه السؤال. فاهم. هو اصلا يعني انا لو كنت سالت بنفس الصيغه كده كان فاهم. فهو الموضوع كان مستفزني حرفيا يعني. بس اتمنى ما اكونش مستفز. لا خلاص تمام. طيب احنا لو هنتكلم بجد كصح يعني كراجل وست حتى، انا ضد شغل الست. وما تستغربش من اللي انا بقوله. ايه اللي انت بتقولي بقى لنا 50 دقيقه بتحكي لي معاناتها في الشغل وعملت ايه وبتاع. طب ليه؟ تعالى بص دلوقتي الجيل اللي احنا بنتعامل معاه حرفيا اخلاقيا مفيش. درجة في مرة انا مش هنسى ان انا كنت عاملة، قلت للولاد اللي هيختم القرآن في رمضان هعمل له مذاكرة المراجعة مجانا. تمام. ده كانت تعتبر تاني سنة اشتغلت فيها في مصر. فالولد لقيته طالع بيقول لي هو احنا ليه بنختم القرآن في رمضان؟ فانا كنت بحسب الولد بيهزر، فالولد طلع فعلا هو مش عارف احنا فعلا بنختم ليه القرآن في رمضان. فحرفيا انا صعقت من السؤال. يا ابني ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال لي والله مش معرفش. طب يعني عرفيني. فطبعا انا وقفت وقفت الحصه وعرفته. تمام. فقلت له انت يعني لما بتكون في البيت مثلا ما بتشوفش بابا مثلا ما بيصلي، ماما قراءة القرآن وكده، انا ما بشوفهمش اصلا. ماما بتيجي من الشغل تعبانه يا دوبك تعملها الاكل وتخش تنام، وبابا برضو نفس الكلام. تمام. فمن هنا بقى لا يعني فعلا ان الست في دور اكبر من شغلها واعظم من شغلها واعظم من ان انا احقق ذاتي. انا دلوقتي لو وقفت قدام ربنا اول حاجه هتسال بيها هي مين؟ ولادي. مش هتسال عن شغلي.
انا اول حاجه هتسال فيها هي مين؟ هي الولاد، لان هي دي اللي ربنا خلقها عشانها. وده مش تقليل مني والله بجد. انا يعني انا عارفه ممكن الستات تاكلنا دلوقتي. ده الصفحات الفيمينيستات بص ممكن ده تمسش، ممكن ده الحلقه كلها تبقى نكته غضبا. انا بقول نقفل الحلقه بجد. ده مش تقليل منها. فكره ان انت بتنشئي جيل ده مش تقليل. فكره ان انا بقوم بنت ان هي تكون كويسه. يعني ماما دايما تقول لي ايه، كنت اسمع جدتي الله يرحمها، لان جدتي جده توفى، ويعني وخالته وخاله كده صغيرين. فكانت تيتا دايما تقول ايه، ده انا ربنا عطيه نعمه ان البنات كانوا اكتر من الولاد، فانا لو كانوا كويسين وجوزتهم ده انا اكني عملت حجه وعمره. انا كنت اسمع على طول جدتي كانت تقول الكلام ده. صح. فبدات تنشا في دماغي عظمه الموضوع. لما اشتغلت مدرسه ولقيت التربيه وان ولي الامر ما بعينه مش موجوده خالص، فعرفت وادركت خطوره الموضوع. فانا شايفه ان فكره ان انت تربي طفل اعظم بكتير جدا من انك تكون كارير بار. رقم 1. رقم 2 الست لما تكوني كارير برضه. الكلام احنا بنخاطب السيدات. طيب نتكلم بقى دلوقتي. احنا لما بنيجي نشتغل، او انا هتكلم بجد عن يومي. انا عن يومي كمدرسه بصحى الساعه 7 الصبح، تمام. بجهز ولادي. طبعا بسيب ولادي عند والدتي ان احنا المسافه بعيد. فبعد كده بطلع بشوف لو انا هحضر الحاجه اللي هشتغل بيها. زي ما انت حضرتك انا ما بعرفش اشتغل من غير ما احضر، مستحيل، تمام. بعد كده اطلع واصل شغلي. بعد كده مثلا لو هصور عشان في يوتيوب، لو هصور ريلز، الاقي نفسي مثلا اتاخرت، اوكي، لازم اروح ااكل الولاد ولازم اشوف الولاد والدراسه وكده. بلاقي نفسي الساعه 3 4 الصبح، المفروض ان انا هنام عشان اصحى الساعه 7. اوكي. طبعا بيجي عليا ايام لا مش شايفه قدامي، يا هتعصب في الشغل يا هتعصب في البيت، يا هاثر في الشغل يا هاثر في البيت. ده غصب عني لان انا كائن، يعني ما ده ما فيهاش كلام، انا كبني ادم يعني. فدايما تحس ان صاحب بالين يعني مش كداب، في حته هتقع منك، يعني حته هتاثر هنا حته هتاثر هنا. وان انت تعمل بالانس بيبقى الموضوع صعب جدا. وحتى وانت بتعمل بالانس في حته هتضغط عليها، يا هتقلل عدد ساعات الشغل يا هتقلل عدد ساعات القعده مع ولادك. هي ملهاش حل تاني. يعني حته التوازن دي تبقى صعبه، شبه مستحيله جدا. وشاهد شاهد من اهلها. حصل والله. انا بقول لك انا بعاني. هتبقى يعني انا مرة في الحلقه كده. لا والله فعلا. مره ابني اول ما دخلت، والله عمري ما انسى الموقف ده. فبزعق له على حاجه غلط عملها. بقول لك ايه بقى ماما، انت مش كنتي في الشغل وانا كنت قاعد بعمل ده ومبسوط، تمام. انا بزعق على التليفونات على طول. فبزعق له بقول له خلاص انت اخدت مدتك النهارده، خلاص كده ستوب. ماما روحي الشغل. وانتي في الشغل انا كنت قاعد كويس، يعني ما فيش اي حاجه. ده ترسخ في ذهنهم بالظبط. فانا كلمه يعني لا يعني حسيت عارف انت هي صعبه. فبصيت كده قلت له طب انا ببقى في الشغل عشان الحاجات اللي انت بتبقى عايزها انا يعني بعملها لك. فبعد كده برضو قعدت كده مع نفسي بصيت، فهو انا مش مطالبه ان انا ابني دايما اجيب له الحاجه اللي هو عايزها. ما في حاجات تانية، في اهتمام، في مشاعر هو محتاجها، انا اسفه في حضن هو محتاجه كل يوم قبل ما ينام. احنا بنسميها الكواليتي تايم. بالظبط. هو مش لاقي الحته دي. فلقيت نفسي انا سكت خلاص، انا مش هتكلم اصلا. فحاولت بقى ان انا بعد كده ايه يعني طب اشيل التليفون بالطريقه. ما ينفعش ان انا دلوقتي اعنفه لان انا اصلا انا غلطانه في حقه، ان انا اصلا مش هتشاله الحاجه اللي هو محتاجها. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا كست ما مش هتعرف تعملها لو بتشتغل. مش بص يعني هتبدا بقى تعملها امتى؟ لما يكبروا شويه. يعني مثلا هقول في الثانوي مثلا او في الاعدادي ممكن اقول لك ساعتها بقى ايه الولاد بيقدروا ان هم يتصرفوا، او انت هتكون خلاص زرعت البذره صح، فهتبقى لما تكبر البذره هتلاحظها من بعيد. تمام. لكن في السن ده لا. افهم كده في المستقبل في خطه اللي احنا خلاص بقى يبقى البيت اكتر من الشغل حبه يعني ده ان شاء الله ده ان شاء الله اللي هحاول تراي اللي انا اعمله الفتره الجايه، ان احنا الولاد الاول، وهقلل عدد ساعات الشغل فعلا، او الاماكن اللي مش حاسه ان هي مثلا بيجي منها منفعه كويسه، لا يعني هحاول ان انا اسحب نفسي شويه فعلا. لكن بقى لو هنتكلم في حته شغل زي ما انا قلت في دلوقتي نزعل الرجاله شويه. اتفضل. اوكي. دلوقتي الرجوله عندنا في مصر
في ناس فاهماها غلط. تمام. احنا في حاجات كده لما بخش على المواقع بيزيكلي ما ينفعش اتكلم فيها. يعني مثلا احنا لحد دلوقتي بنتعارك على القايمه، ان المفروض ما نعملش قايمه. اوكي خلاص، وادي فيها كده بنخبط فيها. فاهم. تمام. حلقه كلها تخبيط. يعني مثلا فطيب خلاص اوكي، جهز الدنيا كلها انت لوحدك وما نعملش قايمه. حق الله. الموضوع سهل، بس أيوة. الموضوع سهل. احنا مش عايزين قايمه بس، اوكي تمام يلا بينا. من ضمن الحاجات اللي كنت بشوفها ولية امر جات لي مره بتحكي لي على ظروف بيتهم، ان باباهم رافض ان هو يصرف على الولاد. طب ساعتها بقى الست تعمل ايه؟ ده بقى اللي احنا هنقف فيه بقى دلوقتي. احنا هنتكلم على الوضع الحالي من ان الراجل مش شايف مسؤوليته كزوج او كأب او كمسؤول. فاضطر الام او الزوجه ان هي تنزل تشتغل. ما هي ما لهاش يعني انا شايفه ان مثلا زي ما قلت الدوله ما فيش كفر مادي ان هي تقدر تعمل له الست ساعتها، ما فيش حاجه تحميها. ومثلا لو هي ما عندهاش مثلا معاش لوالدها، تقريبا احنا اصلا موضوع المعاش دلوقتي بقى صعب جدا، قليل جدا الشركات بتامن عليك. تمام. فانت دلوقتي لو هي مثلا ما فيش معاش مثلا لباباها، فهي هتضطر غصب عنها تنزل تشتغل، او هيكون في مقياس ثاني هتتقبل الاهانه عشان خاطر يصرف عليها، صح؟ فهتطلع جيل متعود اصلا على الاهانه وعلى ان هو يكون اصلا عادي ان هو يتهان، او جيل بياخد حقه بدراعه لان هو كان رافض وهو صغير الاهانه اللي بتحصل دي، بس ما كانتش بايده حاجه. ما هو انت كده حطيت الست في ايه؟ في خانه اليك زي ما بيقولوا. ما هو يا ده يا هتنزل تشتغل وتعمل بقى السترونج اندبندنت وومن زي ما احنا بنقول دلوقتي، يا اما هتطلع جيل يا جيل جبان يا جيل بياخد حقه بدراعه. فهي دي بقى المشكله. فانت لو هتقول لي دلوقتي طيب لازم الست تشتغل، اقول لك لازم الست تشتغل عشان لو حصل اي حاجه هي تبقى الحمايه نفسها. بس ده انا شايفاه. طيب الراجل كويس ومحترم وما فيهوش اي حاجه، لو حصل في اي وقت مثلا ان هو توفى مثلا، يعني انا عندي بنت خالتي يعني ابنه سنه، هي تقريبا ما اتجوزتش مده طويله، فبابا توفى. لا حول ولا قوه الا بالله. تمام. بابا توفى وما فيش تامين، ما فيش معاش. الله يرحمه. فهي هتعمل ايه دلوقتي؟ اضطرت طبعا انها تنزل تشتغل. طب هي بقى لو كانت بتشتغل وكانت عامله نفسها، ما كانتش هتواجه الصعوبات دلوقتي ان هي تنزل تشتغل. ما برضو الواحد في سن كده ما بقاش فيه المرونه اللي يعرف يتقبل كل حاجه، او لو حد واخد على البيت قوي فكره ان انت تحدفه مره واحده في الشغل دي بتبقى صعب، فاهمني؟ فعشان كده شايفه ان الست دلوقتي بسبب ان النقوص اللي حصلت كرجاله هي لازم تعمل كفر نفسها. يعني زي مثلا النهارده حصل موقف غريب جدا. طالب ثالثه اعدادي مامته بتكلمني ان انا انزل اعدي السكه، حصلت اكتوال النهارده، فانا صعقت. هل هو صغير مش قادر يعدي؟ ثالثه اعدادي. سوري تاني اعدادي. ما فرقتش. اعدي السكه. فراجل تاني اعدادي اعدي السكه والساعه 5 المغرب متاخر. فثانيه واحده معلش، انتوا اصلا بتعملوا له حته ان هو يعدي السكه، صح؟ يعني هيتحمل ده لما يكبر مسؤوليه بيت بعد كده وشغل ازاي؟ سيبك من بيت، شغل ازاي؟ يعني فين حته الرجوله اللي انا بقومها فيه؟ يعني ازاي؟ يعني انا استغربت الطلب، يعني انا استغربت الطلب. طبعا انا هعمل كده. هو الطلب ينم عن بيئه هو عايش فيها، بيئه صعبه جدا، او سلوكيات تربويه غلط. ما هو تمام. انت دلوقتي يعني مثلا لما تجيلي ولية امر تقول لي ابني ثالثه اعدادي وانا ضربته موتته من الضرب، اوكي، عشان خاطر جاب درجه مش كويسه. طب اوكي، يا هتطلعي ابنك هيخاف منك وهيبعد عنك لما يكبر خالص. تمام. وانا كان يعني شاهد عيان في حته ان كان في واحد يعني مامته كانت دايما بتأثر عليه في الدراسه، فلما كبر سافر وسابها اصلا. اول ما وصل سافر وسابها وما عادش بيسأل عليها اساسا. اوكي. فانت يا اما كده يا اما واحد جبان معلش بيخاف فمش هيعرف يحمي بيته بعد كده، فالست بقى هي اللي هتكون هي الكنترول اللي هيكون في البيت. فانت كده برضو اذيتي ابنك وهو صغير وهو كبير، يعني ولا بقى له مسؤوليه وهو صغير ولا عنده شخصيه وهو كبير. تمام. ففكره برضو الامهات اللي هي ما بتقومش حته الرجوله عند الولد دي، برضو انا شايفاها ان هي برضو بقت مشكله. فبنضطر لما بنشوف بقى ناس
هتضطر ان هي تنزل تشتغل وقتها. فانا على فكره مع الاثنين، انا شغل ومش شغل. عايزه تخبطي في مين تاني؟ حضرتك اللي بتجرني على فكره. مين ما تبقاش ما خبطناش فيه. طيب خلاص ماشي. طب انا مش عارف اغير توبكس اكتر من كده ايه عشان ما نتجنب الصراحه مع حد يعني. ماشي طب مش مشكله، يلا سيبها على الله. اوكي. احنا ولا يهمنا حد. ايه الحلاقه اللي التحليق؟ حضرتك كنت في السعوديه كام سنه كشغل؟ 2017 نزلت 2020. 3 سنين في السعوديه والحمد لله 5 سنين في مصر. الحمد لله. على مدار ال8 سنين ايه اصعب موقف قابلك او واجهك مهنيا او شخصيا يعني؟ لو هتكلم مهنيا زي ما حكيت لحضرتك مثلا نقطه السنتر. تاني حاجه انا ومستر محمد صحاب في سنتر. فانا جبت المستر محمد شغل. تمام. اوكي. رشحتيه الشغل يعني مثلا السنتر كان عايزه فانا رشحت حضرتك. فانت دلوقتي قررت انك هتسيب المكان ده، فلازم سامية تسيبه. ده كان حاجه كانت ويرد قوي بالنسبه لي. احتكار. يعني بالظبط هي فكره زي ما انت قلت كده، احتكار. احتكار بالكاف ولا بالقاف؟ احتكار بالكاف. هي بالكاف احتكار. بالكاف. ده كانت بالنسبه لي كانت غريبه. اولا كنت يعني كانت اول ما اترشحت كنت مبسوطه جدا وقلت كويس قوي ان اصلا انا كان التيتشر ده انا ما كانش فيه علاقه ما بيني وما بينه اصلا خالص، وما كنتش اعرفه. اللي انا عرفته ان هو من الولاد والكلام عني في السنتر. فطبعا انا اتبسطت جدا اللي رشحني شغلي، فدي حاجه بتبسطني جدا. فعرفت بعد كده انا دلوقتي مش موجود في السنتر، فبعد اذنك امشي. فكان ردي لا، همشي ليه؟ بالظبط. يعني همشي ليه؟ عشان احنا تيم مع بعض. فالمفروض لما انا امشي انا اللي جايبك يبقى تمشي معايا. احنا شله مع بعض. فانا رفضت. هو عايز يضغط على السنتر بيكي. بالظبط. انا همشي معايا الناس بتوعي. فانا رفضت. فقلت له لا مش هينفع. تمام انت كده مش معايا، يبقى انت دلوقتي ضدي. الله، ده الموضوع وسع. بالظبط كده. فخلاص اوكي ضدك. يلا. ما اصل وادي كمان واحد بيخبط فيه. اصل لا، على فكره الموضوع ده ما حصلش مع اكتر من واحد. يعني الموضوع ده حصل كتير. يعني مثلا برضو لو انا مثلا همسك حته وانت دلوقتي رفضتي انك انت تمسكي الحته دي عشان انا قلت لك عليها، فلقيت لا الموضوع صعب قوي. فلا يا جماعه، لا تجيبوا لي شغل ولا اجيب لك شغل، كل واحد يشتغل بدراعه. هو الموضوع ما كانش كده في الاول والله، بس هو نظام الشله دي من سلبيات الشغل التعليمي في مصر. يعني شله، احنا كلنا بننزل مكان واحد مع بعض. لو راجل مضايقنا نمشي كلنا مع بعض نقطع عيش ونوقعه. خلاص. من ضمن الحاجات الاوف ريكورد برضه بس نرجع تاني. اتوقع طبعا ان علاقتك بالناس دي كلها اتقطعت. يعني انا دلوقتي بقيت شغاله لوحدي تماما. عشان كده كان من ضمن القرارات ان انا هكتر الميديا. معلش انا عايزه اللي يجي لساميه ويجي لايزي انجلش، مش عشان فلان الفلاني عمل كذا. تمام. وانا ببقى مقتنعه جدا ان انا لما اكبر ما يعني لو حضرتك هيكون في مصلحه ما بيننا، فهي اوريدي بعد كده المصلحه هي اللي هتحكم. فده بقى كان حاجه من ضمن الحاجات اللي انا اخدتها من حيث بقى ايه، مثلا انا سني كبير وازاي انت وصلتي بسرعه وانا لسه. طب انا مالي؟ دي برضو من ضمن السلبيات والعقد. طب بجد. طب انا ذنبي ايه؟ مثلا انا كنت مثلا يعني كنت شغاله في اونلاين قبل كده. فانا لما اتسالت عن ان انا ارشح حد لكذا، فانا اوريدي عطيت الاسم. تمام. كون بقى ان مثلا الناس اتاخرت على مثلا ما كلمت التيتشر ده او كده، ده انا ماليش دعوه، بس انا اوريدي ان انا حطيت اسمك. فلما نزل البرومو بتاعي انتي روحتي وما دعيتلناش، انا قلت لا انا دعيت. بعدين حسينا ايه السذاجه انتي يعني دعيت؟ معلش يعني انتي ازاي تروحي من غير ما تقولي لنا؟ فمعلش انا اسفه، يعني انت المفروض اخد الاذن بقى، يعني انا مش فاهمه التصريح. فانا استغربت قوي من الكلام، فقلت لا على فكره انا يعني دعيت. وبعدين حسيت ان انا سذاجه الرد. انتي مالك ساذجه قوي كده؟ لا انا دعيت، يعني ما دعيتلكش، بس انا اوريدي كنت عملت ده. تمام. فبعد كده حضرتك قصدك يعني ايه، اوجه الشكر لفلان وفتولي كده؟ لا
يعني ازاي قبل ما تنزلي ما قلتلناش ليه ان انت نازله المكان؟ يعني يا عم المفروض طب. احنا كلنا مع بعضينا برضه شله برضه. تمام. فانا اصلا الموضوع كان جالي فجاه، يعني احنا رحنا قعدنا، كنا لسه المفروض ان احنا لسه هنتفق اوريدي، لقيت تاني يوم تعالي صوري البرومو، طب يلا بينا. تمام. فهو الموضوع كان صدفه بحت. جدا، وكان سريع جدا، كان الريتم بتاعه كان سريع. فلما بعد كده شفت التيتشر قال لي على فكره انا فلان الفلاني قال لي اللي هو المفروض ان كذا كذا هو اللي دعاني مش انتي. فانا قررت دي على فكره انا لو ما عملتش ده هقول ان انا ما عملتش، انا مش مطالبه ان انا اكذب. تمام. عامه مش حضرتك موجود في المكان، طب خلاص اوكي بالتوفيق جود لك، رحت ماشيه. طب احنا معلش حسيت بقى ان القعده بقى ايه، ما بقتش بقى 2 مدرسين بيتكلموا، حسيت احنا قاعدين بقى معلش انا اسفه على طبليه. يعني ما حسيت بقى ان حوار لا الشغل بقى ايه، بقينا بقى بعد كده لما بنشوف ميس ساميه بالاسيستنت ما بنكلمهاش، لا خلاص ما تكلمنيش طب الاسيست ذنبه ايه؟ مثلا. يعني الاسيستنت اصلا انت ما بتكلمنيش، انا دلوقتي حوار ما بيني وما بين التيتشر، حضرتك ما بتكلمنيش ليه؟ في هبل بيحصل. فاهم. فخلاص اتس اوكي تمام. فلقيت بقى مدرس بيقول لي ايه، انت كده بتوقعي اسمك في الفلان الفلاني، تمام، علشان خاطر احنا كده كلنا ما بقيناش معاكي. يعني برضه كل واحد بيدور على مصلحته. بالظبط. يشاء ربنا ان انا المكان ده السنه اللي فاتت انا ما كانش فيه تانيات خالص، فاوريدي مش هطلع بتالتة. انا جات لي تالتة وما تسالنيش انا جات لي منين، ما اعرفش، وما كانوش طالبه معايا السنه اللي فاتت. يشاء ربنا ان انا السنه دي ان اسمي الحمد لله واسم القناه انا ناس بتكلمني من الشرقيه ومن كفر الشيخ ومن دمياط ومن اسوان، تمام، بيشكروني على التريكس وعلى القناه وعلى المحتوى اللي احنا بنقدمه. حتى انا كل شويه بنزل الحاجه، واولياء امور درجه النهارده وليه امر انا بكلمها فبقول لها انا الميس على فكره، برد عليها راحت قالت لي انا اكيد انا بحلم ان حضرتك اللي بتكلميني والله العظيم. فهو ربنا ما بيتعاندش، ولا والله لو عملت ايه بالذي مش هتعرف تحارب رزق حد. طول ما انت بتسعى فانت هتاخد على قد سعيك، هتاخده بقى طلبه، هتاخده فلوس، هتاخده ستر. معلش انا كنت هموت في لحظه، تمام، خلينا نقول ان كان من ضمن رصيدي الستر، تمام. هتاخده ان في بركه في بيتك، في بركه في اولادك، في يعني في رضا في نفسك. هي الصنائع المعروف دقيقه مصارع السوق بس فهي المشكله برضو ان هم جايين مع حد انا ما بتعاندش، ما بحبش حد يعاندني، يعني ما بعرفش. هتعاندني هعاندك، يعني هقف معاك بس مش هسكت غير لما اثبت لك ان انا صح. فهو ده بقى بقيت بقى ايه بقى، انت بقى انت خلاص مدرسه سنتر، انت مدرسه لغه بس، مدرسه لغه بتقدمي محتوى انجلش وبتقدمي ماده علميه للطلبه بس، تماما بقى بعيدا عن اي حاجه تانية. اظن احنا دلوقتي عرفنا ليه في اول حلقه ميس سامي قالت انا الدايره المقربه حواليا كلها من عيلتي وقرايبي بس. مخصمه مع معظم البشر الناس كلها. لو فاكر انت كنت بتتعامل هناك بطريقه ولما جينا هنا لقيت الطريقه تانية خالص، ده كان بالنسبه لي كان من الدروبات الجامده جدا. الله المستعان يا رب. افهم من كده ان من ضمن خطط ميس سامي في المستقبل ان شاء الله هنتوجه من مرحله تدريس الماده العلميه في بتاعه الدراسه لتعلم اللغه بشكل عام بشكل صحيح. هل حضرتك في خطتك الموضوع ده؟ ان شاء الله. هل اتخذت خطوات جديه الموضوع؟ اتخذت خطوات. ان شاء الله باذن الله على اخر السنه هيكون في نتائج على اخر السنه الميلاديه ولا السنه الدراسيه اللي الصيف الجاي؟ السنه الدراسيه يعني شهر 6 الجاي ان شاء الله. هنلاقي مركز ايزي انجلش لتعليم اللغات ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. خلاص ماشي، انا اول واحد ان شاء الله. ويوسف كمان ضايع في برجر معروف دلوقتي وسط الطلبه يوسف برجر. والله بجد لدرجه ان يوم المراجعه يوسف برجر بذات نفسه يحطوا المثل في الامتحان ليه؟ لا يوم الريفيجن مين ده؟ يوسف برجر. افرح يا عم، اكتر حاجه بتحبها في الدنيا ارتبطت بيك الاكل. يوسف برجر. هو الحمد لله انا بدات دلوقتي اعمله، ان احنا بدات اقدم كتاب ايزي انجلش كماده علميه. طب كويس ككتاب خارجي، مش هنقول كمذكره. هو الحمد لله هينزل دلوقتي فاينل ريفيجن
ككتاب مراجعه للطلاب كلها، وهيتشحن كمان للمحافظات، يعني في الحمد لله محافظات طلبته. هنبدا ان شاء الله ان احنا نشحن. احنا في انتظار اول نسخه ان شاء الله الطبعه الاولى. احنا اول ناس باذن الله ان شاء الله باذن الله. اهم حاجه بس الكورس الحاجه ان شاء الله تعمليه في مركز اللغات ده. الاكسنت بريتش ولا امريكان؟ امريكان. انا اسف، انا بحب بريتش بصراحه. معاك يوسف بقى. طيب الى هنا سيداتي سادتي تنتهي حلقه اليوم، وربنا يستر هنقصقص منها قد ايه اصلا. كان معنا ومعكم ميس سامية سليمان. عادة الرجاله على فكره يا جماعه، عشان بس الفيرست يا جماعه والله. قبل ما نقفل خالص تمام، عايزين نبص للكاميرا بتاعتنا، الكادر بتاع حضرتك. اوكي. نوجه بقى رسائل، كذا رساله لميس سامية كمان 10 سنين، رساله للمستقبل، تحب تقولها ايه؟ بعد 10 سنين اتمنى ان انا اكون القيم والمبادئ والاخلاق اللي انا اتربيت عليها ما بقاش ان انا نسيتها، وافضل ان انا موجوده فيها. واتمنى ان انا اعرف اخلي والدي ووالدتي فخورين بيا، لان هو ده بيكون اول حاجه بالنسبه لي. اتمنى ان انا اعرف اخلي بابا فعلا فخور، وماما، لان فعلا هم تعبوا معانا كتير جدا. فاتمنى ان اكون عرفت ان انا رضيتهم، واتمنى ان انا ولادي اشوفهم في مستوى احسن، وان يكون ربنا فعلا بارك لي فيهم، لان انا بشوف ان التربيه دي الجزء الاكبر هو بتكون ايد ربنا، مش يعني احنا بنكون الجزء الاقل. واتمنى اكون ان انا دلوقتي اكون موجوده وانا قاعده مانجر، بمجرد دلوقتي ان انا بدرب الناس في ايزي انجلش. فاتمنى والله، يعني اتمنى ان انا اكون غيرت كمان لغه الانجليش خالص، ان انا فعلا شلت البعبع ده خالص. بجد اتمنى ان انا اكون عرفت احقق مبدا ايزي انجلش، الحمد لله فضل من ربنا ان انا دلوقتي بيتقال لي ان الانجليش لما بنيجي ناخده مع حضرتك بنحس ان الموضوع مختلف تماما. اتمنى بعد 10 سنين اكون قضيت عليه خالص ان شاء الله باذن الله. طيب الرساله الثانيه، بما اننا اقرب جيل لحديث التخرج وعايزين يبقوا زملاء في نفس الماده او في نفس المهنه عموما، يعني تحبي توصلي لهم ايه؟ اشرحوا لاصحابكم. بجد انا من ضمن الحاجات اللي ساعدتني ان انا كنت بشرح لاصحابي. انا ما كنتش عايزه اكون مدرسه خالص، ولكن انا كنت كل مره بفتح باب شغلانه معينه ما كانتش بتيجي، كان في كل مره التدريس هو اللي كان بيجي لي. فكانت من ضمن صحابي لما جيت كلمت واحده صاحبتي كانت قريبه مني في الكليه، قالت لي كلمه واحده: انت كنتي بتوصلي لنا المعلومه صح، انت كنتي شاطره جدا كتدريس. فاشرحوا كتير جدا لزمايلكم، اسمعوا ناس مش من مصر. لو انا هقترح قناه معينه زي امريكان انجلش، مستر ابراهيم عادل من الناس الاكتر من رائع حرفيا، كماده علميه، كطريقه، كمستوى. فاسمعوا له كتير جدا. اسمعوا الناس امريكان بتشرح، لان انت طول ما انت اعلى من القاعده فانت بتعرف تهندل القاعده. طول ما انت فاهم القاعده كويس هتعرف انت تهندلها وتوصل للمستوى الطالب يعني زي ما بقول كده، ازاي بصمجها له. تمام؟ ليه؟ عشان انت اعلى من القاعده، فانت عارف تفهمه ماده علميه وفي نفس الوقت ازاي ان هو يحلها. فاشرح لاصحابك، اسمع كتير جدا قنوات انجلش تعليميه، اشتغل على نفسك في الاكسنت كتير جدا وفي اللغه، حتى لو اللي حواليك مش كده، مالكش دعوه بحد، انت لازم تكون يونيك. كل واحد ليه الشخصيه بتاعته، فانت بقى شوف شخصيتك هتتفرد ازاي. من ضمن النصائح اللي اخر حاجه اتقالت لي في الكليه وعمري ما هنساها ابدا من الدكتور بتاعي، وانا بقول له الحمد لله انا نجحت وجبت التقدير اللي انا عايزاه، رد قال لي: طب وايه المشكله؟ الكليات كل سنه بتطلع بالالاف، تعالي قولي لي انا نجحت يوم ما الاقيكي مميزه في المكان اللي انت فيه، يوم ما الاقيكي انا شايفك وسط الالاف اللي موجوده دي. فهو ده بقى اللي تبدا تشتغل عليه من دلوقتي. وانا بشكره بجد على النصيحه دي، لان هي فعلا اللي بتخليك كل مره ابقى عايزه اصد اكسر الحجر ده عشان اطلع حاجه كرييتيف. ما شاء الله. اخر رساله اللي تحب تقولي ايه للزملاء الاكبر، اصحاب الخبره اللي سابقنا في نفس المجال؟ كنت بره بسمع لدكتور مجدي يعقوب مؤتمر، فكان بيقول ان هو كان دايما بيدي الخبرات بتاعته للناس اللي موجودين كامله بدون نقصان معلومه. فلما يعني المحاور استغرب قوي ازاي، قال له عشان خاطر الهدف ان يفضل العلم ممتد
حتى مع فقدان الشخصيه. يعني لما دكتور مجدي يعقوب ربنا يديه الصحه يا رب لو توفى، الموضوع او المستشفى بتاعته تمشي على نفس النهج بدون نقصان معلومه. فانا اتمنى ان هو ده اللي يحصل، انك تدي المعلومه كامله للي تحتيك. لسبب رقم واحد، احنا علمنا رساله، فانت الرساله اللي حضرتك بتديها دي بتاخد عليها اولا ثواب، وكل واحد بيتعلم منك وبيعمل الموضوع ده فبتكون صدقه جاريه ليك اولا واخيرا. ثانيا، حضرتك لما بتكون بتدرس علم او بتتواضع مع الناس اللي تحتك، ده بيزيد مقام واحترام ما بين الشخص والشخص، ودايما تلاقي اسمك بيتذكر بالخير. وانا شايفه ان من اداب الناس اللي بتكون ذو علم ان عمرها ما بتبخل بالعلم. الناس اللي علمها وفير عمرها ما بتبخل بالعلم. فانا اتمنى هو ده اللي يكون النهج اللي يمشي. والله انا مش لاقي كلام اقوله بعد اللي حضرتك قلتيه بصراحه. اتمنى الحلقه دي اللي يسمعنا ما يبقاش متضايق لو هو لقى نفسه من الموجه ليهم هذا الكلام، واتمنى اللي يسمع بعقليه ان انا عايزين نغير، عايزين نطور، عايزين مثلا لو حاجه سلبيه نحولها ايجابيه يعني. بس ده هدفنا من الحلقه، مش احنا مش جايين. لو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، اكتب لنا في الكومنت ايه رايك في الحلقه، وندعم ميس ساميه في رحلتها التعليميه المميزه جدا اللي مليانه خناقات وتقسيم مع الناس. تعملش بلوك بس. تعملش بلوك يعني، او مستر محمد ممكن يعمل بلوك. خلي روحنا رياضيه يعني. اتمنى نشوف حضرتك ان شاء الله في احسن حال يا رب ان شاء الله. وان شاء الله التجربه دي ما تتكررش تاني، التجربه المريره دي ما تتكررش تاني مع حضرتك باذن الله. ويكر عينك ان شاء الله باولادك باذن الله. اللهم امين يا رب. وسلامنا لمستر محمد وكل اللي جات سيرتهم بخير في الحلقه دي. الكل. والله انا برضو يعني بوجه شكر جدا لمستر محمد. يعني هو انا فاكره اول يوم نزلت اشتغلت فيه قال لي كلمه واحده: انزلي وانا في ظهرك، سواء عملتي غلط سواء عملتي صح انا في ظهرك. يمكن هو ده اللي مقوينا نعمل مشاكل شويه بصراحه. لا اله الا الله. دايما جايبه لك مشاكل وجع دماغ. ف الله المستعان بقى، ربنا يقويك والله. الله المستعان. الله يقويك عليك. الله المستعان. شكرا لكم يا جماعه، شكرا لحضرتك. شكرا جدا.